السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ودلوقتي هنتكلم على شابتر من أهم الشابترز اللي عندنا في الكيمستري، واللي يعتبر بالنسبة لناس كتيرة هي صعبة ورخمة، ولكن هي بجد هي أسهل شابتر. سواء إذا كان الشابتر دوت يعني حتى بالنسبة يعني ثانوي عام برضو الشابتر دوت سهل جدا، لأن هو كل الحاجات اللي فيه سيمبل، وكل الحاجات اللي فيه هي مسائل وتفكير، والحفظ فيه قليل. فبالتالي الموضوع هيبقى سهل في ان احنا نفهم كل الكونسبتس ونحل عليها باقصى شكل ممكن. ايه الشابتر ده؟ ان احنا هنبدا دلوقتي نتكلم على ايه؟ الالكترو ديت هي ايه؟ الالكترو كيمستري، اللي هي ايه بالنسبه لنا؟ ازاي نخلي الكيميكال رياكشنز تتحول لطاقه كهربائيه نطلع منها الكتريسيتي. فاحنا علشان نفهم الاثنين احنا محتاجين نفهم حاجتين اساسيين: هو الكهرباء ديت هي عباره عن ايه، وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي الكيميكال رياكشنز هتبقى عباره عن ايه. وهيبقى في شقين كده شغالين عليهم طول الوقت، جزء بنركز فيه على الكهرباء وجزء بنركز فيه على الكيميكال رياكشنز. فيلا نبدا. بالنسبه لنا اول حاجه، يلا بينا. اول حاجه بالنسبه لنا وهي الالكتريستي، الكهرباء هي عباره عن ايه؟ في بدايات الفيزيكس لما تيجي تاخد اي حاجه عن الكهرباء هتفهم ان الالكتريستي هي ببساطه عباره عن الفلو اوف الكترونز. يعني انا بالنسبه لي هي عباره عن ايه؟ ان شويه الكترونات الكهرباء بتبدا ان هي تتحرك من خلالهم. فانا بالنسبه لي ايه كلمه السر اللي لازم ان احنا نبقى مركزين عليها؟ هي ايه؟ هي الالكترونز. فالالكترونز ديت نحط تحتها مليون خط. ان انا بالنسبه لي اتخيل كده ان انا معايا سلك نحاس او سلك حديد او سلك اي ميتال موجود عندي بيوصل كهرباء. هو عباره عن ايه؟ التركيب بتاع الميتالز لما بنحطهم السلك الكبير ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه اتومز صغيره من مثلا الحديد. فادي اتوم حديد وادي اتوم حديد تانية وادي اتوم حديد تالتة، ويفضلوا متوصلين ببعض. فاحنا نتخيل ده ان ده بالنسبه لنا كده هو عباره عن سلك الكهرباء اللي بالنسبه لنا الالكترونز هتبدا فده بالنسبه لنا هو سلك الكهرباء اللي الالكترونز هتبدا ان هي تتحرك فيه. فالالكترونز دلوقتي موجودين اصلا في سلك الكهرباء دوت كتير جدا جدا جدا، فالكهرباء تقدر ان هي تمشي من خلال السلك ده. طب الالكترونز ديت موجودين ازاي؟ الروابط اللي بتتشكل ما بين الاتومز علشان تكون لي موليكيول، والموليكيول ديت اجمع موليكيولز كتيره جدا لحد ما اعمل كميه كبيره من الماتر اللي قدامي اللي هو سلك الحديد ده. الميتالز الرابطه اللي ما بينهم بيبقى اسمها ايه؟ اسمها ميتاليك بوند. ايه هي الميتاليك بوند ديت؟ قال لي بص، انا بالنسبه لي الميتالز زي الايرن والنحاس وكل الحاجات دي عدد الالكترونز اللي موجود عندهم هاي نمبر اوف الكترونز. الالكترونز اللي موجوده عندها ايه؟ كتيره جدا. وفي بدايات الكيمستري احنا كنا بنقول ايه؟ ان احنا نربط اتومز مع بعضها احنا محتاجين يكون عندنا ايه؟ تشارك في ايه؟ في الالكترونز. يا اما ان انا ادي الالكترونز بتاعتي كلها للي قدامي واعمل ايونيك بوند، يا اما ان هي تبقى كوفيلنت بوند ونعمل شيرنج. قال لي الميتالز ديت لما بتتجمع على بعضها ويبقى عندي اتومز كتيره من الايرن، هي ايه اللي بيحصل؟ بيبقى كل واحد عنده شويه الكترونز حواليه. فادي الاف اي وادي حواليها ادي الكترون هنا 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 كده بالمنظر ده. يجي ايرن اتوم تانية من الايرن جنبها والالكترونز ايه؟ جنبها كتير 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 كتير. فايه اللي بيحصل؟ فايه اللي بيحصل عندي؟ ان الاتومز دولت بيتجمعوا على بعضهم بان هم عملوا زي كلاود من الالكترونز الكتيره اللي حوالينهم. فبقى السلك اللي عباره عن كله ايرن ميت اتومز موجوده بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه الكترونز كتيره منتشره. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الالكترونز بتبدا ان هي تتحرك. ومعنى ان الالكترونز تتحرك من هنا لحد هناك ده معناه كده ان بقى في فلو للالكتريستي، بقى في ايه؟ فلو للالكتريستي. يبقى كلمه السر بالنسبه لي ان ايه؟ ان يبقى في فلو للالكترونز. طب الالكترونز ديت اصلا انا اجيبها منين؟ يعني انا فهمت ان انا علشان الالكترونز تتحرك لازم يكون في اوريدي في الكترونز موجوده في السلك نفسه. طب الالكترون اللي هو اصلا الكهرباء عباره عن الكترون، الالكترون اللي هيجي من هنا ده علشان يطلع الناحيه الثانيه هو اصلا ده جه منين؟ فانا بالتالي لازم اعمل كيميكال رياكشن يبدا ان هو يطلع لي الالكترون ده ويمشي في السلك.
يبقى انا في البدايه دلوقتي انا عندي الجزء بتاع الالكتريستي، انا فهمت ان انا ليه ببقى مركز على الالكترونز. طب انا بقى الجزء بتاع الالكتروكيمستري واللي هي الرياكشنز اللي هتخليني اتكلم على الالكترو هي في الحته ديت كلها. يبقى انا بالنسبه لي الالكتروكيمستري بالنسبه لي هي عباره عن ايه؟ هي الكيميكال رياكشنز اللي بتولد الالكترونز، اللي بالتالي هتلاقي ان هي تعتبر انتجت كهرباء. يبقى انا بتركز على ايه؟ على الحته دي دوت جزء الفيزيكس والريزيستنس والانتنسيتي والفولت والامبير وكل الكلام ده. انما بالنسبه لنا في الكيمستري احنا هنركز على ايه؟ على الجزء ده. طيب يبقى احنا كده احنا محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف الكيميكال رياكشنز اللي بتطلع الالكترونز. ايه هي بقى الكيميكال رياكشنز دي؟ قال لي حاجه بسيطه جدا اسمها ريدوكس رياكشنز. قال لي ايه هي الريدوكس رياكشنز؟ هي عباره عن جزئين. الريد ديت جايه من حاجه اسمها الريدكشن، والاوكس ديت جايه من حاجه اسمها ايه؟ الاوكسيديشن. يبقى الريدوكس دلوقتي هو عباره عن ايه؟ هو الاكسده والاختزال. هي عباره عن تو رياكشنز بيحصلوا في نفس الوقت بينتجوا لي كميه ايه؟ كميه الكترونز. ايه هي كميه الالكترونز دي؟ اللي هتنتج لي الكهرباء. يبقى انا بالنسبه لي ايه الكيميكال رياكشنز اللي بتطلع كهرباء؟ الريدوكس رياكشن. قال لي طيب الريدوكس رياكشن اللي هي جزئين ريدكشن واوكسيديشن هم عباره عن ايه؟ قال لي بص، انا دلوقتي كل كيميكال رياكشن في الدنيا بيحصل فيه تغير، لان انا بيكون في عندي رياكتنت بيدخل جوه الكيميكال رياكشن ويقوم مطلع لي ايه؟ مطلع لي برودكت. يطلع لي ايه؟ برودكت. قال لي الكيميكال رياكشن اللي بيبقى قدامي اللي اقول عليه ريدوكس اللي حصل فيه ايه؟ حصل فيه كلمه ترانسفير اوف الكترونز. يبقى ترانسفير اوف ايه؟ اوف الكترونز. هي الحاجه اللي هتخليني اقول على الكيميكال رياكشن ده ان هو ريدوكس. طب ترانسفير اوف الكترونز دوت هو بيبقى عباره عن ايه؟ ما انا مش هتحرك من رياكتنت لبرودكت الالكترونز تمشي في النص، لا ده كده حاجه فيز موجوده عندي ودي كده فيز موجوده عندي. قال لي اللي بركز عليه بقى بالنسبه لي هو ايه؟ ان انا يبقى عندي الرياكتنتس دولت هم عباره عن تو رياكتنتس A ومين؟ وA وB. قال لي ايه اللي يحصل؟ قال لي الاي ديت لو بالنسبه لي طلعت الكترونز راحت للبي يبقى كده انا حصل ترانسفير اوف الكترونز. يبقى انا دلوقتي انا عندي هنا شايفين A بلس B ديت تطلع لي مثلا الكومباوند A B على بعضه. انا اللي بركز عليه ايه؟ ان انا كان عندي فيه شويه الكترونز زياده في الاي قامت طالعه رايحه للبي. ده كده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ريدوكس اللي هو الريدكشن وايه؟ والاكسيديشن. طب احنا علشان نقول ان حصل ريدوكس، هو الريدوكس ده بيحصل للاثنين؟ يعني اقول ده حصل له ريدوكس وده حصل له ريدوكس؟ لا، الريدوكس عباره عن نصين، نص بيحصل له ريدكشن ونص بيحصل له اوكسيديشن. فانا اي كيميكال رياكشن عندي هيبقى في حاجه بيحصل لها ريدكشن وحاجه بيحصل لها اوكسيديشن. طب ايه في الحاله اللي قدامي ديت هو مين حصل له ريدكشن ومين حصل له اوكسيديشن؟ ديت اللي احنا نبدا نفهم بيه بقى السيتويشنز اللي بنقول عليها ان حصل عندي يا اما اوكسيديشن يا اما ايه؟ ريدكشن. يلا بينا. دلوقتي بالنسبه لنا احنا عندنا ايه؟ نصين، نص اوكسيديشن ونص ريدكشن. في 4 حاجات انا بحدد عليهم الحاجه اللي قدامي دي هيحصل لها اوكسيديشن ولا هيحصل لها ريدكشن، هيحصل لها اوكسيديشن ولا هيحصل لها ايه؟ ريدكشن. نبدا باسهل حاجات فيهم. فاحنا بالنسبه لنا ادي دوت كده هنعمل تيبل، والتيبل دوت تبقى انت حافظه على طول. ادي الاوكسيديشن وادي الريدكشن، وعندنا بقى التيبل دوت هيبقى عامل ازاي؟ قلنا في ايه؟ 4 حاجات. ادي بالنسبه لي كده ادي اول حاجه، ادي تاني حاجه، ادي تالت حاجه، وادي رابع حاجه في الاخر. ايه بقى الحاجات اللي انا بحددها؟ قال لي اول حاجه هي كميه الاكسجين اللي موجوده في الكومباوند. يبقى هنا بالنسبه لي انا بتكلم على ايه؟ على كميه الاكسجين. فانا بالنسبه لي الاكسيديشن ديت فيها شبه من الاكسجين. يعني ايه فيها شبه من الاكسجين؟ يعني انا دلوقتي لو جيت وقلت لك ان انا عندي كومباوند كان عباره عن NO2 اتحول وبقى NO3، فكده ده ايه اللي حصل له؟ انا زودت الاكسجين اللي فيه. فمعنى ان انا زودت الاكسجين اللي فيه دوت يبقى كده ايه؟ انا هنا عملت انكريز للاكسجين. عملت انكريز للايه؟ للاكسجين. معنى ان انا عملت انكريز للاكسجين فهي زي اسمها هيبقى اوكسيديشن. يبقى لما اعمل انكريز في الاكسجين يبقى كده ايه؟ حصل اوكسيديشن. يبقى كده انا همسك ال NO2 دي واقول لها ان انت حصل لك اوكسيديشن لما تحولت ال NO3.
الاكسيديشن والريدكشن على طول عكس بعض، على طول ايه عكس بعض. يبقى لما اجي اتكلم على الاكسجين واقوم قايل لك ان انا كان عندي NO3 اتحول وبقى ايه، بقى NO2، فكده ايه اللي حصل للاكسجين؟ الاكسجين قل. فمعنى ان الاكسجين قل يبقى انا امسك ال NO3 ديت واقول لها ان انت كده حصل لك ايه؟ حصل لك ريدكشن. كلمة ريدكشن ديت هي جاية من اسمها ايه؟ ان احنا بنقلل مين؟ الاكسجين. يبقى احنا هنا كده نحفظ اول واحدة ان احنا لما نيجي نتكلم على الاكسجين، لما الاكسجين بيزيد يبقى كده حصل ايه؟ اوكسيديشن. الاكسجين قل يبقى كده حصل ايه؟ ريدكشن. حفظنا كده اول فاكتور، جميل. نخش على اللي بعده. قال لي ايه اللي بعده؟ قال لي اللي بعده يا سيدي ان ايه، هما حاجتين هنبقى بنركز عليهم على طول، الاكسجين وايه على طول الناحيه الثانيه الهيدروجين. الهيدروجين دلوقتي بالنسبه لي لما اجي اتكلم عليه في الاكسيديشن والريدكشن هيبقى ايه؟ عكس الاكسجين. يعني الاثنين دولت مالهم عكس بعض. يبقى كده من غير ما اكتب الامثله، احنا لما اقول ان في حاجه حصل لها اوكسيديشن يبقى كده لو عندي اصلا في الكومباوند ده هيدروجين، يبقى الهيدروجين ايه اللي حصل له؟ الهيدروجين قل. ولو حصل ريدكشن يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ هنا كده الهيدروجين هيزيد. يبقى احنا بنعمل ايه عشان نسهل على بعض؟ احنا بنحفظ اول حاجه الاكسجين اللي بيحصل، فالاكسجين مع اسمها في الاكسيديشن هيزيد، في الريدكشن هيقل. يبقى الهيدروجين ايه؟ العكس. في الهيدروجين بقى انا لما الهيدروجين يقل يبقى كده حصل اوكسيديشن، ولما الهيدروجين يزيد يبقى حصل ايه؟ ريدكشن. طب ايه المثال؟ قال لي بص، انا دلوقتي لو كان عندي NH4 بلس ديت قامت اتحولت وبقت ايه؟ بقت NH3. فلما اتحولت وبقت NH3 هنا كده انا ايه اللي حصل قدامي؟ اللي حصل قدامي ان الهيدروجين قل. طب معنى ان الهيدروجين قل بقى انا كده ايه اللي حصل؟ انا الهيدروجين قال يبقى كده حصل ايه؟ اوكسيديشن هنا. قال لي طب في الريدكشن العكس. قال لي ايه؟ ان انا لو كان عندي NH3 وقمت خليتها بقت NH4 بلس، انا كده ايه اللي حصل بالنسبه لي؟ انا الهيدروجين زاد من 3 ل 4، يبقى كده ايه؟ حصل ريدكشن. يبقى كده حصل ايه؟ حصل ريدكشن. يبقى احنا هنا كده بالنسبه لنا فهمنا اول تو كونديشنز اللي هي ايه؟ الاكسجين والهيدروجين، الاكسجين والايه؟ والهيدروجين. قال لي طيب جميل، انا عايز اخش على الحاجه الثالثه اللي انا ببني عليها. قال لي الحاجه الثالثه هي اهم حاجه يعتبر فيهم، او هي مش اهم حاجه، اللي بعدها طبعا هي ديت اللي احنا هنشتغل بيها في كل الامثله اللي هتيجي قدامنا، بس هي ديت البيز. احنا قلنا الالكتروكيمستري هي عباره عن ايه؟ عباره عن فلو اوف الكترونز، ان الالكترونز بتطلع من كومباوند تروح للتاني. فانا هنا بتكلم بقى على ايه؟ على السيتويشن بالنسبه للالكترونز. هل الحاجه اللي قدامي دي هتعمل لوز للالكترون فبالتالي تبقى حصل لها اوكسيديشن، ولا هل هي هتعمل جين للالكترون فيبقى هي حصل لها ايه؟ حصل لها ريدكشن. طب تعالى احنا علشان نفهم ديت ندخل على ايه؟ على الصفحه اللي بعدها وايه، ونبدا ان احنا نتكلم. قال لي دلوقتي انا عايز افتكر مع بعض هي الايونز كانت عباره عن ايه. قال لي الايونز كانت ان انا بحول الاتوم تبقى ايون. يعني انا همسك كده اتوم عاديه واقوم ماسك الاتوم دي ومحولها لايه؟ لايون. قال لي عندي نوعين من الايونز، عندي بالنسبه لي في بوزيتيف ايون وعندي بالنسبه لي في نيجاتيف ايون. عندي بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايه؟ ونيجاتيف ايون. قال لي طب الايونز ديت هي عباره عن ايه؟ ان انا جبت اتوم عاديه وغيرت في عدد الالكترونات اللي موجود فيها. يعني ايه غيرت في عدد الالكترونات اللي موجود فيها؟ قال لي مثلا لو جبت الايه؟ الصوديوم. قال لي الصوديوم دوت احنا لما كنا نيجي نعمل له الكترون كونفيجريشن ايه في اعدادي زمان كنا بنقول ايه؟ الصوديوم دوت كان بيبقى 11 من تحت وال23 من فوق. ال11 من تحت دوت ده بيعبر عن ايه؟ ده اسمه الاتوميك نمبر، اللي بيعبر عن النمبر بتاع البوزيتيف بروتونز اللي جوه النيوكليوس، وفي نفس الوقت بيعبر عن العدد بتاع النيجاتيف الكترونز اللي ايه؟ اللي بتلف حوالين الايه؟ النيوكليوس. فانا عندي هنا 11، فكنا بنقول ايه؟ ان ال11 دولت لما اجي اوزعهم ادي عندي هنا كده كي وادي ال وادي ام. انا لما كنت بوزع كنت بقول ايه؟ الكي دوت بياخد 2 وانا عندي 11، وكل واحد من اللي جايين دولت هياخد 8، فانا متبقي لي كام من ال11؟ متبقي لي 9. هحط 8 هنا ويتبقى لي ايه؟ 1 هنا. يبقى انا كده عملت الالكترون كونفيجريشن بتاع ايه؟ بتاع الصوديوم اتوم. الصوديوم ايه؟ اتوم. قال لي بالنسبه لي دلوقتي الاتومز هي بتحب الاستقرار وتحب الاستابيليتي، فلما يبقى عندها هنا بالنسبه لي ده كده اسمه انرجي ليفل. لما يبقى الانرجي ليفل ده في بالنسبه لي اقل من 4 الكترونز، يعني النمبر اوف الكترونز اللي موجودين اقل من 4،
فهو ما بيحبش ان هو ايه يبقى موجود. هو الاتوم تحس ان هي كده ايه على طول بتفضل مهزوزه ومش مستقره. فايه اللي بيحصل؟ هي عايزه تستقر، فتقوم قايله ايه؟ لا يا عم، احنا الالكترون اللي موجود عندنا ده هنشيله ونطيره. فنشيله ونطيره يعني هنعمل ايه؟ يعني هنعمل بالنسبه لنا دلوقتي لوز للالكترون، هنخسره. فمعنى ان احنا هنخسره دوت ايه؟ يعني هنيجي هنا كده ونقوم شايلين ده، ويبقى ده كده بالنسبه لي مش موجود. يبقى ده كده ايه؟ مش موجود. فانا كده بقى ايه العدد بتاع الالكترونز اللي عندي؟ قال له 1. ليه؟ علشان اوصل ان الاوتر موست انرجي ليفل اللي موجود عندي تبقى حالته مستقره. يعني ايه حالته مستقره؟ يعني يبقى مليان. لازم ان هو يبقى كومبليتلي فيلد. فهو بيبقى كومبليتلي فيلد امتى؟ لما هو يبقى فيه 8. فانا هنا عايز ان هو يبقى كومبليتلي فيلد، فبالتالي انا هنا شلت الانرجي الالكترون اللي كان من بره عشان اوصل ان الاخير يبقى مليان. يعني انا بالنسبه لي هل الاسهل ان انا اشيل 1 من هنا وارجع لل8، ولا الواحد اللي كان موجود احط له 7 الكترونز عشان يبقى 8؟ لا، انا الاسهل بالنسبه لي ان انا اشيل الواحد دوت وابقى ايه؟ وابقى عند ايه؟ يبقى الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو ال ده يبقى هو اللي كومبليتلي فيلد. طيب يبقى كده ديت اللي هي ايه؟ ان انا شلت الالكترون. في الحاله ديت طالما انا خسرت الكترون، فالمفروض ان كان في الطبيعي ان العدد بتاع البوزيتيف بروتونز يبقى قد العدد بتاع ايه؟ بتاع النيجاتيف الكترونز. فانا في الحاله اللي قدامي ديت انا بقى ايه كده؟ بقى النمبر اوف بروتونز اللي عندي ده كام؟ بقى النمبر اوف بروتونز ده 11، وبقى النمبر بتاع الالكترونز هنا كده كام؟ 10. فانا بالتالي انا كان المفروض الاثنين قد بعض، فهتبقى الاتوم كلها على بعضها نيوترال. لكن هنا بالنسبه لي لما البروتونز بقوا اكتر، انا كده بقى مين اللي اكتر؟ البوزيتيف. فهنقول عليها ان هي اتحولت من ان هي صوديوم عادي لان هي بقت Na+. ايه هي ال Na+ ديت؟ قال لي ان هي كده بقت صوديوم ايون. اللي خسرت كام الكترون؟ خسرت الكترون 1. يبقى معنى ان انا عندي بلس كده ان انا خسرت الكترون. يبقى لما يبقى عندي بلس يبقى انا كده ايه؟ خسرت الكترون. فانا في الحاله ديت كده ايه؟ انا اتحولت وبقيت صوديوم ايون وهي بوزيتيف ايون عشان خسرت الكترون. قال لي بقى لما نرجع للريدوكس ورا ونقوم قايلين هو اصلا اللي بالنسبه لي اللي بيحصل له اوكسيديشن ده ايه؟ ده الحاجه اللي بتعمل لوز للالكترون. فانا هنا كده زي مين؟ قال لي زي لما تجيب الصوديوم عادي وتحوله يبقى Na+، هو خسر الكترون وتلاقي الالكترون طلع معاك بره كبرودكت كده مستقل لوحده. اول ما يبقى بالنسبه لي عندي ديت كده اعرف ان هي ايه؟ اوكسيديشن. يبقى الاكسيديشن دوت هو ايه؟ هو ان الاتوم او الكومباوند اللي قدامي يحصل له لوزنج للالكترون. يحصل له لوزنج ايه؟ للالكترون. طب الريدكشن بقى ان هو يعمل جين للالكترون. طب جين الالكترون ازاي؟ تعالى بقى نخش على اللي بعده. ازاي بقى ان الاتوم ديت تعمل جين للالكترون؟ احنا اتفقنا ان هي بتتحول لايون عشان تبقى اكثر استقرارا. يعني ايه اكثر استقرارا؟ يعني الاوتر موست انرجي ليفل يبقى مليان. يبقى ايه؟ مليان. طب انا بالنسبه لي احنا اتفقنا دلوقتي ان انا بجيب اتوم واقوم محولها لايون، واتكلمنا على ايه؟ على البوزيتيف ايون. انا دلوقتي عايز اتكلم على ايه؟ على النيجاتيف ايون. قال لي النيجاتيف ايون ديت هي ايه اللي بيحصل لها؟ ان انا اجيب اتوم عاديه زي مين؟ زي الكلورين اللي كان من تحت كام؟ 17 ومن فوق 35. قال لي دوت ماله؟ قال لي بالنسبه لي اللي من تحت ده كان ايه؟ كان النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف الكترونز. فهي عندها 17 الكترون. فلما تيجي توزعهم هتلاقي ان هي ايه؟ ادي الكي وادي ال وادي الايه؟ الام. هنا 2 هنا 8. متبقي كام من ال17؟ متبقي كام؟ 7. فانا بالتالي طول ما انا دلوقتي النمبر اوف الكترونز اكتر من 4 الكترونز في الاوتر موست، يبقى انا ايه اللي سهل بالنسبه لي؟ اللي سهل بالنسبه لي ان انا اعمل جين للالكترون. انا دلوقتي اللي سهل بالنسبه لي اخسر ال7 عشان ارجع وابقى هنا ده الكومبليتلي فيلد، ولا اخلي ده يتحول يبقى 8؟ قال لي لا، ده يتحول يبقى 8. طب ازاي يتحول يبقى 8؟ قال لي تجيب له الكترون من بره، فبالتالي بدل ما هو كان 7 لا ده كده هيبقى ايه؟ هيبقى 8. طب ولما اجي اتكلم على ال17 دولت اللي هو كان النمبر اوف بوزيتيف بروتونز اللي بيساوي النمبر اوف النيجاتيف الكترونز، انا دلوقتي عندي كام بروتون؟ عندي 17 بروتون. وكام الكترون؟ عندي دلوقتي في الحاله ديت بقى 18 بروتونز، سوري 18 الكترونز. يبقى بالتالي كده مين الاكتر؟ النيجاتيف. فالكلورين ديت هتبقى اتحولت وبقت ايه؟ بقت Cl نيجاتيف. ليه؟ علشان هي بقى عندها 1 نيجاتيف اكتر من الطبيعي، 1 نيجاتيف اكتر من العدد
العدد اللي هو كان موجود بتاع الايه بتاع البروتونز. فبالتالي انا هنا كده بالنسبه لي مين بيعمل جين الالكترونز؟ اللي عنده اكتر من 4 الكترونز في الاوتر موست. يعني من الاخر انا مين بيعمل جين للالكترونز؟ النون ميتالز. يبقى النون ميتالز ديت هتعمل ايه؟ تعمل جين للالكترونز. وبالنسبه لي بقى اللي كان بوزيتيف الكترون ديت هتبقى بالنسبه لي ايه؟ هي الميتالز. يبقى الميتالز ديت هي مين؟ هي اللي بتعمل لوز للالكترونز عشان عندها اقل من 4 الكترونز في الاوتر موست. فهمنا كده الاثنين؟ فهمنا. طب تعالى نرجع كده بقى على ايه؟ على الريدوكس. قلنا الاكسيديشن اللي ايه؟ اللي بيحصل فيه لوزنج للالكترونز. طب اللي بيعمل جين بقى للالكترونز دوت مين؟ قال لي دوت اللي هيبقى بالنسبه لي المثال اللي احنا قلناه، ان انا اجيب لك واحده Cl2 تتحول وبقت ايه؟ وبقت Cl نيجاتيف، بس هم ايه؟ 2. قال لي طيب هي ليه 2 Cl2 مش واحده؟ قال لي بص، الصوديوم هنا ده بيبقى موجود في الطبيعة في الاليمنتال فورم بتاعه، شكله في الطبيعة هو واحد لوحده. لكن عندي فيه شوية حاجات بيبقوا اسمهم داياتوميك مولكيولز، يعني كل مولكيول واحدة موجودة في الطبيعة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 اتومز. فادي هنا ديت واحدة منهم الCl2، زيها زي حاجات كتيرة تانية. زيها زي مين؟ خلينا نكتبها ايه في صفحة تانية، بس نكتبها هنا ونمسحها بس افتكرها ان انا عندي ايه؟ قال لي الهيدروجين، الفلورين، الكلورين، البرومين، الايودين، دولت كلهم كده ايه؟ دولت داياتوميك مولكيولز. ده منظرهم في الطبيعي. ما ينفعش تقول لي ان انا عندي رياكشن هيبقى واحده Cl بس تتحول تبقى Cl نيجاتيف، لا، لان هي لازم الرياكشن يبقى اللي موجود فعلا. فدي عندي هنا كده الCl2 ديت تتحول تبقى ايه؟ تبقى Cl نيجاتيف. طب هي ازاي اتحولت بقت Cl نيجاتيف؟ لما عملت جين ل 2 الكترونز، اكتسبت 2 الكترونز. فلما اكتسبت 2 الكترونز او ما انا قايل الكلورين ديت كده ايه اللي حصل لها؟ حصل لها ريدكشن. لكن الصوديوم لما عملت لوز الالكترون كده حصل لها ايه؟ حصل لها اوكسيديشن. طب نحفظهم ازاي دولت؟ قال لي عندي حاجه بسيطه. ايه هي؟ قال لي دلوقتي بالنسبه لنا عندي حاجه اسمها ليو سيد جير. ايه بالنسبه لي ليو سيد جير ديت؟ ان انا عندي اسد اسمه ليو. انا عايز ارسم اسد بس ايه؟ ما بعرفش ارسم اسد، فاحنا هنحط اسد هنا. الاسد دوت بالنسبه لنا ماله؟ قال لي الاسد ده اسمه ليو. قال لي ليو ده اختصار لايه؟ قال لي لوزنج الكترونز. معناها ايه؟ معناها اوكسيديشن. لوزنج الكترونز معناها ايه؟ معناها اوكسيديشن. يبقى الاسد اللي اسمه ليو دوت اهو لوزنج الكترونز اوكسيديشن، لوزنج الكترونز اوكسيديشن. الاسد ليو دوت بيعمل ايه؟ بيعمل صوت جر كده. صوت جر دوت هو بالنسبه لنا عباره عن ايه؟ عباره عن جين الكترون يعني ريدكشن. يبقى كده لوزنج الكترون اوكسيديشن، جين الكترون يعني ايه؟ يعني ريدكشن. فهمنا ديت كده؟ تمام، حلو كده. يبقى احنا نراجع عليهم الاكسيديشن والريدكشن، الاكسده والاختزال. انا بالنسبه لي عباره عن ايه؟ لما اجي اتكلم على الاكسجين، الاكسجين دي شبه مين؟ شبه الاكسيديشن. يبقى لما ازود اكسجين هيحصل اوكسيديشن، لما نقص اكسجين يبقى حصل ايه؟ ريدكشن. طب مين اختها اللي عكسها؟ الهيدروجين. الاكسجين كان بيعمل ايه في الاكسيديشن؟ بيزيد. يبقى الهيدروجين ايه اللي يحصل؟ هيقل. وفي الريدكشن ايه اللي هيحصل؟ هيزيد. طب الالكترونز بقى، الحاجه اللي هيحصل لها لوزنج للالكترونز يبقى اوكسيديشن، والحاجه اللي هتعمل جين للالكترون تبقى ايه؟ ريدكشن. دولت الثلاث حاجات حلوين وزي الفل. نيجي بقى الرابع حاجه، وديت اهم واحده فيهم وهي اللي هنشتغل بيها. تعال نفهمها كده بالراحه وركز معايا. طيب، اهم حاجه دلوقتي واللي هي الحاجه الرابعه بالنسبه لنا اللي هنتكلم عليها في الحاجات بتاعت الاكسيديشن والريدكشن اللي هي الكونديشنز، وهي ايه؟ الاكسيديشن نمبر. قال لي ايه بقى الاكسيديشن نمبر دي؟ بص يا سيدي، انا بالنسبه لي كل حاجه اليمنت موجود عندي في الحياه ليه طبيعه معينه ان هو لما بيتحول لايون بيبقى شكله عامل ازاي. احنا اتفقنا ان احنا لما بنتحول لايون بنعمل لوز او جين للالكترونز. قال لي الاكسيديشن نمبر ده هو رقم بيبقى عباره عن الستيت بتاعه كل اليمنت موجود عندي جوه اي كومباوند. يبقى هي الستيت من حاله ايه؟ من جزئيه الاكسيديشن. ايه هو الاكسيديشن؟ مش احنا اتفقنا من شويه ان الاكسيديشن يعني لوزنج للالكترونز؟ فقال لي حلو، يبقى الاكسيديشن نمبر دوت هو بيعبر عن كميه الالكترونز اللي الاتوم اللي موجوده عندي ديت عملت جين او عملت ايه؟ او عملت لوز. قال لي طب هو الرقم ده مهم؟ قال لي مهم جدا. تعالى بقى ان احنا نشوف هو ايه الرقم دوت احنا بنجيبه ازاي. ان هو هيديني كومباوند، والكومباوند دوت فيه 2 اليمنتس، وانا امسك كل اليمنت فيهم واشوف الاكسيديشن نمبر بتاعه.
قال لي بص يا سيدي، انا دلوقتي بالنسبه لي عندي في شويه قواعد في الاكسيديشن نمبر، ان اي كومباوند موجود عندي هو حاجه من الاثنين. يا اما انا بالنسبه لي انا الكومباوند ده هو عباره عن اليمنت واحد او اكتر من اليمنت. فلو هو دلوقتي بالنسبه لي عباره عن اليمنت واحد، فادي اليمنت واحد اهو. قال لي الاليمنت الواحد دوت انا علشان احدد الاكسيديشن نمبر بتاعه وهو اتوم واحده، فانا بالنسبه لي عندي حاجتين اركز عليهم. قال لي ايه اول حاجه؟ قال لي اول حاجه بالنسبه لي التشارج اللي فوقيه. يبقى اول حاجه كده ايه؟ التشارج اللي عليه ديت هتبقى هي مساويه للاكسيديشن نمبر. يبقى انا لو هي اتوم لوحدها كده التشارج اللي عليها من فوق هتبقى هي الاكسيديشن نمبر بتاعها. طب اديني امثله اهو. بص، لو قلت لك ان ايه بس، قلت لك ام جي 2 بلس، وقلت لك عندي مثلا ايه اف نيجاتيف، وقلت لك عندي دلوقتي ادي اتش 2، كل واحده من دولت انا دلوقتي التشارج اللي من هنا ديت ايه؟ مش موجوده. يعني ايه؟ يعني زيرو. يعني الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم وهو لوحده بزيرو. طب المغنيسيوم هنا ديت هي فوقيها 2 بلس، يعني ديت ايه؟ يعني ديت مغنيسيوم ايون خسرت 2 الكترونز، فكده الاكسيديشن نمبر بتاعها يبقى ايكوال للتشارج اللي عليها اللي هي كام؟ بوزيتيف 2. يبقى ده الايه؟ الاكسيديشن نمبر. طب بعد كده الفلورين، شايف النيجاتيف دي؟ يعني الاكسيديشن نمبر بتاع الفلورين هنا كده ايه؟ بنيجاتيف واحده، يعني هي نيجاتيف 1. النيجاتيف 1 ديت عبرت لي عن ايه؟ عبرت لي عن هي كميه الالكترونز، وطالما هي بالنيجاتيف يبقى هي عملت لها جين. يبقى انا هنا كده امتى ببقى بالنيجاتيف؟ لما اعمل جين. امتى ببقى بالبوزيتيف؟ لما اعمل ايه؟ لما اعمل لوز. طيب الهيدروجين هنا ديت، قلنا الهيدروجين بتبقى موجوده ك H2. انا اتعلم حاجه، ان انا عندي انا اللي يهمني الاكسيديشن نمبر بتاع كل اتوم لوحدها. طب دولت 2 اتومز، قال لي يبقى تشوف المحصله النهائيه بتاعتهم بكام وتقسمها على 2. ففي الحاله اللي قدامي ديت انا عندي هنا ال H2 ديت مالها؟ هي ما فيهاش فوقيها تشارج، يعني زيرو. يعني كل واحده بكام؟ كل واحده بزيرو. لكن لنفترض افتراض ان انا كان عندي كومباوند، والكومباوند دوت مثلا كان اسمه ادي هنا كده Na2CO3. انت دلوقتي في الكومباوند لما نيجي نشوف قدام هيبقى كل اليمنت ليه اوكسيديشن نمبر. فلما اجي اجيب الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم هلاقي ان انا لما بدخل في الحسابات ان في اوكسيديشن نمبر كبير واوكسيديشن نمبر صغير. طب ايه الاوكسيديشن نمبر الكبير والاوكسيديشن نمبر الصغير دوت؟ ده لسه هنفهمه. بس المهم تعرف ان انا لما اسالك على الاوكسيديشن نمبر فانا ببقى عايز الاوكسيديشن نمبر بتاع كل اتوم لوحدها، يعني كل انديفيدوال اتوم لوحدها. فديت ايه؟ لما ندخل عليها تبقى فاكر اللي انا قلته لك هنا ديت، احنا لسه كده كده هنعرفها، بس تبقى فاكر ان الاكسيديشن نمبر بتاع ايه؟ بتاع كل اتوم لوحدها. طيب بعد كده بقى عندنا ايه ديت؟ وهي الاتوم وهي لوحدها في الحاله ديت، ان انا بجيب التشارج اللي عليها من فوق. قال لي طيب، وعرفت ان انا دلوقتي بالنسبه لي في حاجات عندي طبيعيه. قال لي الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعرفها وهي امتى الاتوم ديت الاكسيديشن نمبر بتاعها بيبقى بزيرو. قال لي لما تبقى في الاليمنتال فورم. ايه هو الاليمنتال فورم؟ اللي هو الحاله بتاعتها وهي في الطبيعه وهي لوحدها. قال لي لوحدها يعني ايه؟ يعني اقول لك الومنيوم ايه ال بس، اقول لك كربون بس، اقول لك كلورين. الكلورين في الطبيعه بيبقى موجود ازاي؟ زي ما قلنا من شويه Cl2 ال H2. قال لي بعد كده ايه؟ قال لي ايرن لوحدها كده. قال لي عندي دلوقتي ادي هيليوم لوحده كده. كل دولت هو الحاله بتاعتهم اللي موجوده في الطبيعه الاليمنتال، اللي هو الاليمنت ده موجود اصلا شكله عامل ازاي. قال لي بيبقى ايه؟ بيبقى كله بزيرو. ده الاكسجين نمبر بتاعه بزيرو، زيرو 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 زيرو. يبقى لما يبقى الحاجات ديت كلها فرداني، يعني هي عباره عن اليمنت واحد، هيبقى ايه؟ يا اما بزيرو يا اما بالتشارج اللي عليه. فهمنا كده اول حته؟ يا دكتور انت قلت هنقسمها على الاثنين، يعني الحته دي دي اللي هنشوفها دلوقتي حالا. قال لي ايه بقى اللي هي الحته بتاعت هنقسمها على 2؟ عشان انا عارف ان هي ايه جت في النص كده ايه وطلعت بره الايه الزوم بتاعتنا. قال لي دلوقتي احنا عندنا كل كومباوند هو عباره عن مختلف اليمنتس مع بعض ممزوجه. فقال لي دلوقتي لو انا عندي كومباوند زي ال NaCl، قال لي الكومباوند ده كله على بعضه هيبقى ليه اوكسيديشن نمبر اللي هي التشارج اللي عليه من فوق دوت كده اللي هو المجموع. يبقى انا عندي في اوكسيديشن نمبر من فوق اللي فوق الكومباوند كله. مش احنا لما كانت بتبقى اتوم لوحدها كنا بنشوف اللي فوقيها التشارج اللي فوقيها ديت ونقول عليها الاوكسيديشن نمبر بتاعها؟
هنا لما يبقى عندي كومباوند هيبقى برضو التشارج اللي من فوق ديت هي هتبقى مساويه للصم بتاع الاكسيديشن نمبر، مجموع الاكسيديشن نمبرز. قال لي ايه مجموع الاكسيديشن نمبرز؟ قال لي مجموع الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم لوحده وبتاع الكلورين لوحده. ليه؟ ما احنا قلنا ايه ان الاكسيديشن نمبر كتبت هنا ايه ان هو لكل اتوم لوحدها، فانا هنا عندي المجموع بتاع الاكسيديشن نمبرز هيبقى بتاع الصوديوم لوحده وبتاع الكلورين لوحده. قال لي طب دوت اجيبه ازاي؟ قال لي انا عندي هنا شويه شروط كتير هنحطها مع بعض. قال لي ايه هي الشروط ديت؟ قال لي ان اي كومباوند يبقى موجود قدامك هو حاجه من الاتنين، يا اما ان الكومباوند ده هو عباره عن ان انا جبت ميتال حطيته مع نون ميتال، يا اما ان انا جبت ايه نون ميتال حطيته مع نون ميتال زيه. فانا دلوقتي التو كومباوندز دولت هما حاجات غريبه. ليه؟ ان احنا اتفقنا ان الميتال هو اللي كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل لوز للالكترون وبيتحول لبوزيتيف ايون، والنون ميتال ده اللي كان بيعمل جين للالكترون وبيتحول لنيجاتيف ايون. فهنا دولت اتنين نون ميتالز، هنتعامل معاهم ازاي؟ قال لي هتعامل معاهم عادي جدا، ان احنا بالنسبه لنا لما بنيجي نبص نمسك اول واحد لو هو ميتال ونون ميتال ده. قال انا عندي تو كونديشنز. الكونديشن الاولانيه ان الميتال ده يبقى ميتال عادي. يعني ايه ميتال عادي؟ يعني ميتال ما عندوش اكتر من ترانزيشن ستيت، ما عندوش اكتر من هي اوكسيديشن ستيت واحده. قال لي يعني ايه؟ قال لي لما نيجي نبص على البريودك تيبل نلاقي ان البريودك تيبل فيه ايه؟ في حته في النص كده دولت اسمهم الترانزيشن ايه؟ الترانزيشن اليمنتس. الايه؟ الاليمنتس الانتقاليه. ايه هي الانتقاليه؟ ان هم عندهم اكتر من ترانزيشن ستيت، يعني اكتر من اوكسيديشن ستيت. فالاكسيديشن نمبر ممكن يكون بوزيتيف 2، ممكن يكون بوزيتيف 3، زي الايرن. الايرن موجود منه ايرن بوزيتيف 2 وايرن بوزيتيف 3، واليمنتس كتيره موجوده كده بالنسبه لنا ان هم عندهم اكتر من ستيت. فانا بالنسبه لي لو الاليمنت ده او الميتال ده هو ميتال عادي، يعني ايه عادي؟ يعني واحد من الجروب ال1A او ال2A او الالومنيوم اللي موجود في ال3A، دولت هم الاكسيديشن ستيت بتاعتهم واحده. قال لي ايه يعني ايه واحده؟ يعني كل اللي موجودين في ال1A فلما يتحولوا لايون هيبقوا الاكسيديشن نمبر بتاعهم ببوزيتيف 1. قال لي دولت اللي هم مين؟ قال لي عندك يا سيدي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم وكل اخواتهم اللي تحت بعض، يعني خلينا نكتبهم تحت بعض عشان تبقى حافظهم بالشكل ده. كل دولت لما بيتحولوا لايون بالنسبه لي بيتحولوا بيبقوا ايه؟ قال لي بيبقوا بالنسبه لي من الحاله ديت لان هم يبقوا ليثيوم بلس، هنا كده صوديوم بلس، هنا كده كي بلس، كلهم هيبقى معاهم بوزيتيف 1. فانا لما اجيب لك اي كومباوند زي ال NaCl اللي موجود عندي ده، ال Na موجوده قدامي اهي، فانا من غير ما افكر ابقى انا عارف الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم هنا ده كام؟ قال لي بوزيتيف 1. بوزيتيف 1. طب ما انت قلت لي يا دكتور لما يبقى ال Na لوحده انت كده بالنسبه لي وما عليهوش تشارج من فوق، يعني ما فيش هنا حاجه من فوق هيبقى بزيرو. قلت لك ايوه، بس لما يبقى لوحده. هنا هو مش لوحده، هنا هو جوه كومباوند، واي اليمنت جوه كومباوند هو اوريدي موجود بحاله ان هو ايون. قال لي يعني ايه ان هو ايون؟ قال لي يعني ال NaCl ديت هي موجوده ازاي؟ موجوده كNa بلس ماسكه مع Cl نيجاتيف، فبالتالي هي اللي احنا قلناها من شويه ان طالما عليها تشارج فهتبقى ده الاكسيديشن نمبر بتاعها. فبالتالي لما يبقى عندي اي كومباوند انا ابقى مركز ان كل اليمنت موجود في حالته وهو ايون، مش في حالته وهو لوحده، يبقى في حالته ايه؟ وهو ايون. يعني هنا كده الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم بكام؟ انا قلت لك خلاص ان اي واحد من دولت هو هيبقى بوزيتيف 1، وفي ال2A هيبقى بوزيتيف 2. زي مين؟ قال لي يا عم عندك البريليوم، وعندي بعد كده المغنيسيوم، وعندي بعد كده الكالسيوم، كل دولت هيبقوا بوزيتيف 2 بوزيتيف 2 بوزيتيف 2، واخوهم الالومنيوم هيبقى بوزيتيف 3. طب ايه الاكزامبلز على ديت؟ قال لي اكتب يا سيدي. قال لي ايه؟ LCl3. الاكسيديشن نمبر بتاع الالومنيوم هنا هيبقى بكام؟ اتفقنا ان طالما هو جوه كومباوند ولقيت واحد من اللي كاتبهم قدامك دولت جوه كومباوند يبقى هياخد الرقم بتاعه. الالومنيوم بكام؟ ببوزيتيف 3. الالومنيوم بكام؟ ببوزيتيف 3. يبقى انا هنا كده بالنسبه لي انا عندي لما الاقي اي واحد من دولت جوه كومباوند الاكسيديشن نمبر بتاعه هيبقى ايه؟ يا اما بوزيتيف 3 لو هو الومنيوم، او بوزيتيف 2 لو هو واحد من دولت، بوزيتيف 1 لو هو واحد من دولت، اللي هم فين؟ في جروب ال2A وجروب ال1A اللي في البريودك تيبل. وانت كده كده هيبقى معاك البريودك تيبل في اي امتحان، فهيبقى بالنسبه لك عادي تحدد الاكسيديشن نمبر من اللي موجود قدامك. طيب ده لو هو ميتال عادي. قال لي طب ازاي بقى يبقى ميتال مش عادي؟
قال لي لو هو الميتال ترانزيشن اللي احنا قلنا عليه زي الايرن. ليه؟ لو انا كتبت لك دلوقتي FeCl2، فانت دلوقتي انت عارف ان الايرن ديت موجوده كايون، بس الايون ديت انت مش عارف تحدد هل هي Fe2+ ولا Fe3+، فمش عارف تقول الاكسيديشن نمبر هو بوزيتيف 2 ولا هو بوزيتيف 3، فبالتالي انت متلخبط. قال لي حلو، يبقى انا في حاله ان انا دلوقتي الكونديشن الثانيه وهي ان انا عندي الميتال ده هو عبارة عن ترانزيشن ميتال، يبقى احنا هنبدأ نحفظ حاجة سوا جدا، ايه تبدأ تحطها في دماغك حلقة كده في ودانك. قال لي ايه هي؟ ان احنا لما يكون عندي كومباوند ادي FeCl2، قال لي الكومباوند دوت انا المفروض اجيب الاكسيديشن نمبر بتاع الايرن واجيب الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين. فانا لما يبقى عندي حاجتين عايز اجيبهم واحد منهم هو ترانزيشن ميتال، فاحنا بنعمل ايه؟ بنقول ان اللي على اليمين دوت احنا هنبقى عارفينه، واللي على الشمال ماله هو اللي هنحسبه. يبقى احنا بالنسبه لي كده نبدا ندخل معانا ايه حاجات ان احنا دلوقتي هنحسب الاكسيديشن نمبر. طب نحسبه ازاي؟ قال لي تعالى بص، احنا دلوقتي عندنا اي كومباوند في الدنيا فهو عباره عن مجموعه ايه؟ مجموعه يعني اليمنتس محطوطين جنب بعض واتومز محطوطه جنب بعض. قال لي دلوقتي احنا قلنا اللي على اليمين ده هنبقى عارفينه واللي على الشمال هنحسبه. هنحسبه ازاي؟ دلوقتي احنا قلنا ان كل تشارج فوق اي حاجه بتعبر عن الصم بتاع الاكسيديشن نمبر، فبالتالي انا هنا كده اقدر اعمل ايكويشن واقول لك الصم هنا دوت كده بزيرو مثلا مفيش تشارج، وانت عارف ان اللي على اليمين دوت مثلا بنيجاتيف 1، يبقى تقول لي نيجاتيف 1 والصم بتاع الاكسيديشن نمبر يعني هنجمعهم، فالمفروض ان في بلس هنا كده ما بين النيجاتيف 1 بتاعت اللي على اليمين واللي على الشمال ده هو اللي هنحسبه. يعني ايه بقى نحسبه؟ قال لي نحسبه يعني نشوف انا احط كام على النيجاتيف 1 عشان يطلع لي زيرو. انا كده محتاج احط ايه؟ محتاج احط بوزيتيف 1. يبقى كده انا عرفت ان الاكسيديشن نمبر بتاع الاليمنت اللي من على الشمال اللي انا حسبته طلع بكام؟ ببوزيتيف 1. يعني انا كده بالنسبه لي علشان احسب الاكسيديشن نمبر بتاع اي ترانزيشن ميتال انا محتاج ايه؟ ابقى عارف اللي على اليمين وبعد كده اعمل الايكويشن الجميله ديت قدامي واقدر ان انا احسب الاكسيديشن نمبر اللي موجود. قال لي يعني انا كده ايه؟ في شويه حاجات محتاج ابقى عارفهم عشان هم هيبقوا ثوابت بالنسبه لي. هو دايما بزيرو؟ ايه هو؟ المجموع الصم اللي فوق على حسب التشارج. هنشوف دلوقتي بقى ايه التشارج ديت اللي فوق بتاعت الكومباوند كلها هي مختلفه زيرو ولا ايه ولا اكتر من زيرو بوزيتيف ولا نيجاتيف. فتعالوا نعرف ايه الحاجات اللي احنا المفروض نكون حافظينهم. قال لي بص يا سيدي، اول حاجه نبقى حافظينها اللي احنا كتبناها اللي هي ايه؟ ان الاليمنتس بتاعه ال1A هتبقى بوزيتيف 1 والاليمنتس بتاعه ال2A هتبقى بوزيتيف 2 والالومنيوم اللي في ال3A هيبقى بايه؟ هيبقى بوزيتيف 3. ادي ديت كده ايه اول حاجه بالنسبه لنا. قال لي طيب تاني حاجه همسك الهيدروجين. همسك بالنسبه لي دلوقتي مين؟ الهيدروجين. قال لي الهيدروجين ده لما بيدخل في الكومباوندز بيبقى حاجه من اتنين، يا اما بيمسك في ميتال يا اما بيمسك في ايه؟ في نون ميتال. قال لي ازاي ميتال وازاي نون ميتال؟ قال لي بص عندي دلوقتي كومباوند. قال لي كومباوند زي مين؟ قال لي يا سيدي هات لي الهيدروجين ده مسكولي في نون ميتال. زي مين؟ زي ادي الهيدروجين حطيته مع نون ميتال اللي هو الفلورين، فكده عندي الاتش اف. وعندي بعد كده الميتال. قال لي ميتال دوت اديني اي ميتال. قال لي بص يا سيدي ادي اهو ان اي، هنا هحط كده معاه ايه؟ ان اي اتش، وادي الكومباوند اهو موجود قدامي. فانا دلوقتي لما اجي ابص كده انا عندي ان اي اتش وعندي اتش اف. الحالتين اللي موجودين قدامي قال النون سوري الهيدروجين الاكسيديشن نمبر بتاعته لو بقى مع الميتال فالميتال دوت احنا لسه قايلين ان هو ايه؟ ان هو اللي بوزيتيف، هو اللي بوزيتيف 1. فبالتالي الهيدروجين هنا ديت لما تمسك في ميتال تبقى بالنسبه لنا الاكسيديشن نمبر بتاعها بنيجاتيف 1. يبقى الاكسيديشن نمبر بتاع الهيدروجين لما يمسك في ميتال هيبقى بايه؟ هيبقى بنيجاتيف 1. طب الاكسيديشن نمبر بتاع الهيدروجين لما يمسك في نون ميتال فالاكسيديشن نمبر كده دوت هيبقى بكام؟ قال لي هيبقى ببوزيتيف 1. يبقى دلوقتي الهيدروجين ده هو يعني ايه؟ يعني عميل مزدوج. لما بيروح هو اصلا يعني هو المفروض ان الهيدروجين ده ايه؟ هو اصلا نون ميتال. فلما هو نون ميتال
ويجي يقعد وسط النون ميتالز هيبقى مختلف، هيبقى بوزيتيف، هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف 1. لما يروح مع الايه، مع الميتال زي الان ايه، هيبقى بايه؟ هيبقى بنيجاتيف 1. يبقى احنا كده تاني حاجه بنحفظها ان ايه؟ ان الهيدروجين لما بيبقى مع النون ميتالز بيبقى بايه؟ بيبقى بالنسبه لي ببوزيتيف 1، مع الميتالز ايه؟ بنيجاتيف 1. قال لي طيب بص يا سيدي، هنا كده تالت حاجه تركز معايا في ديت قوي، ان انا دلوقتي عندي الهالوجينز. مين الهالوجينز دولت؟ هم الاليمنتس اللي موجودين في جروب ال 7A، اللي هم مين؟ قال لي يا عمي عندك فلورين وعندك كلورين وعندك برومين وعندك ايودين. قال لي كل دولت هيبقى ايه مالهم؟ هيبقى الاكسيديشن نمبر بتاعهم بايه؟ بنيجاتيف 1. الاكسيديشن نمبر بتاعهم بايه؟ بنيجاتيف 1. قال لي في حاله واحده، لو هم اللي موجودين من على اليمين. قال لي لما هم يبقوا موجودين من على ايه؟ من على اليمين. يعني ايه من على اليمين؟ مش انا لسه قايل لك دلوقتي ان انا عندي اي كيميكال ايه كومباوند هيبقى فيه يمين وشمال، وقلت لك اليمين دوت اللي تبقى انت عارفه، واللي على الشمال دوت اللي انت هتحسبه. قام قال لي قال لي انا هنا دلوقتي بقى اتلخبطت، لان انا دلوقتي بالنسبه لي انا عندي ادي اهو الايه اللي على اليمين دوت انا عارفه، او انا قايل لك انت لما تلاقي الفلورين او الكلورين او البرومين او الايودين على اليمين تقول ان هو على طول بنيجاتيف 1. قال لي طيب ازاي؟ او انا قايل لك بص يا سيدي، اديني حاجه زي مثلا ايه، زي الاتش، هات مثلا ايه، هات الاتش سي ال، هات كده ايه، ادي الاتش سي ال اهي. الاتش سي ال في الحاله اللي قدامي ديت هي ايه؟ السي ال على اليمين. فاحنا طالما هي على اليمين، فانت من غير ما تفكر تقول لي الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين بكام؟ بنيجاتيف 1. طب هي امتى ممكن تكون موجوده على الشمال؟ قال لي هات لي حاجه زي مثلا ايه، ClO3 نيجاتيف. في الحاله اللي قدامي دي انا هنا الكلورين موجوده على اليمين ولا على الشمال؟ قال لي موجوده على الشمال. في حاله ان هي موجوده على الشمال انا انسى تماما ان هي كانت بنيجاتيف 1، انسى ان هي كانت بنيجاتيف 1 تماما. يعني لما تبقى على اليمين حبيبتي تعالي انت بنيجاتيف 1 على طول من غير ما افكر. لما تبقى على الشمال فانا احط دايما قاعده جوه عينيا كده وعمري ما انساها، اي واحده نون ميتال على الشمال فانا لازم ان احنا نحسبه، لازم ان احنا ايه، نحسبه. يعني هل ده بنيجاتيف 1؟ لا معرفش، انا لسه هحسبه واشوف. قال لي يبقى كده انا عندي الهالوجينز ديت لما يبقوا موجودين من على اليمين يبقوا ايه؟ يبقوا بنيجاتيف 1. طب جميل. قال لي طيب مين تاني؟ قال لي اخوهم برضو اللي لما هيبقى على اليمين هيبقى حاجه مختلفه. قال لي مين؟ قال لي الاكسجين. قال لي الاكسجين دوت ماله؟ قال لي لما يبقى على اليمين ساعتها هيبقى بنيجاتيف 2. ساعتها هيبقى بايه؟ بنيجاتيف 2. هل دايما؟ لا مش دايما بنيجاتيف 2، بس هو بنيجاتيف 2 في احيانا كتيره. وبالنسبه لنا عندنا دلوقتي في كذا كونديشن بيبقى الاكسجين فيها مختلف. قال لي يعني ايه؟ قال لي الاكسجين ده ممكن يبقى نيجاتيف 1، ممكن الاكسجين دوت يبقى بالنسبه لي ببوزيتيف هاف او سوري بنيجاتيف هاف، وممكن الاكسجين دوت يبقى بزيرو لو هو لوحده. فهي كونديشنز كتيره. احنا مش عايزين ان احنا نحفظ الكونديشنز ديت دلوقتي، احنا عايزين نتعلم ان احنا ازاي بنحسب الحاجات ديت. فاحنا الحاجات الاساسيه اللي احنا نحط عليها مليون خط ان هي الاكسجين بايه؟ لما يبقى على اليمين يبقى بنيجاتيف 2. طب انا في حاجه تانية عايز اعرفها؟ لا انا عرفت دلوقتي ان انا بالنسبه لي لما يبقى عندي النون ميتالز اللي هي زي الهالوجينز والاكسجين على اليمين، فلو هو هالوجين هيبقى بنيجاتيف 1، ولو هو اكسجين هيبقى ايه؟ بنيجاتيف 2. طب تعالى نفهم يعني ايه نحسب. يلا بينا. ClO3 مالها ايه؟ ديت؟ اه ما احنا هنعرف دلوقتي ازاي بقى بنحسب. يعني لسه هتتشرح. تعالى نمسكها هي ونشوفها. يلا نمسكها وهي ونشوفها. ClO3 احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا لما يبقى قدامي كومباوند زي ClO3 نيجاتيف، فادي Cl لوحدها والاكسجين كله على بعضه كده لوحده. فانا علشان احدد الاكسيديشن نمبر بتاع كل اليمنت لوحده فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا امسك كل اليمنت واعرف هو ايه دنيته، هو الرقم الاكسيديشن نمبر بتاعه ايه. واحنا اتفقنا دلوقتي انا لما الاقي اي كومباوند وعايز واحد اكسيديشن نمبر، هو سالني على بتاع الكلورين بس، يعني هو يجي في السؤال ويسالني ايه الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين، هات الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين، وانا اقعد الف حوالين نفسي ما انا مش عارفه. ليه؟ عشان اجيب الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين ده انا محتاج اصلا ان انا اجيب كل الاكسيديشن نمبرز بتاعت كل الحاجات اللي موجوده قدامي. قال لي طيب ايه بقى الحاجات اللي موجوده قدامك ديت؟ قال لي بص يا سيدي، احنا دلوقتي بنتعامل معاها ككيميكال كماثيماتيكال ايكويشن. يعني ايه؟ يعني انا هقول ان مجموع الاكسيديشن نمبر، السم بتاع الاكسيديشن نمبر هيبقى عباره عن
الاكسيديشن نمبر اللي جاي من الكلورين زائد الاكسيديشن نمبر اللي جاي من ايه؟ اللي جاي سوري هنا ننزل تحتهم بالظبط، الاكسيديشن نمبر اللي جاي من الاكسجين والاكسيديشن نمبر اللي جاي من ايه؟ من الكلورين. ونخلي بالنا ان ايه؟ ان احنا عايزين الاكسجين بقى ما تكتبلوش ان هو اكسجين جاز كده O2، الاكسجين عامه انا عندي كام اكسجين وكل واحده جايه بايه، وان انا لما بجمع الاثنين دولت بيبقى ايكوال للسم. فانا امسكهم واحده واحده، او انا عامل ايه؟ شايفين اللي من فوق ديت هي اللي تشارج، قال لي اللي تشارج ديت هتبقى ايكوال مين؟ ايكوال السم. ايكوال السم، حلو. يبقى انا كده المجموع عندي بنيجاتيف 1. يبقى انا كده عملت اول خطوه. يبقى ايه اول خطوه بنعملها؟ ان احنا نيجي نمسك اللي تشارج اللي فوق ديت اللي هتبقى هي السم بتاع الاكسيديشن نمبرز. طلعت بكام؟ طلعت بنيجاتيف 1. اجي بقى عندي هنا إيليمنت على الشمال وإيليمنت على اليمين. لما يبقى عندي إيليمنت على الشمال وإيليمنت على اليمين، او انا عامل ايه؟ او انا قايل كده، الدكتور حفظني قال لي اللي على اليمين ده انا عارفه واللي على الشمال ده هنحسبه. فاليمين دوت انا عارفه. طلع مين اللي على اليمين؟ طلع الاكسجين. واحنا قلنا ان الاكسجين ده لما بيبقى على اليمين بيبقى بايه؟ بيبقى بنيجاتيف 2. فانا دلوقتي انا عارف ان الاكسجينيه الواحده بنيجاتيف 2. انا هنا عندي كده اقوم جاي وكاتب هنا تحت الاكسجين كده نيجاتيف 2. ليه بكتبها من تحت هنا؟ عشان ابقى فاكر جوه دماغي ان هي الواحده منها بنيجاتيف 2. طب ليه انا مهتم بكلمه الواحده؟ عشان ده كومباوند في 3 اكسجين. لو الواحده بنيجاتيف 2 وانا عندي 3، يبقى انا عندي كام من الاكسجين كله؟ هضرب النيجاتيف 2 بتاعت الواحده دي في الثلاثه، فهقوم عامل كده نيجاتيف 2 تايمز 3 تطلع لي بايه؟ بنيجاتيف 6. تقوم كاتب نيجاتيف 6 ديت من فوق. يعني انا اعمل ايه هنا عشان نمشيها خطوه بخطوه؟ الاكسيديشن نمبر اللي جاي من الاكسجين هو هيبقى ايكوال لعدد الاتومز بتاعه الاكسجين نفسها مضروبه في الايه؟ في الاكسيديشن نمبر بتاع الاكسجينيه الواحده. فانا هنا عندي في كام اكسجين؟ 3. وهو الواحده بكام؟ زي ما قلنا احنا من شويه ان احنا حافظين ان الاكسجين لما يبقى من على اليمين يبقى بنيجاتيف 2، او كاتب له هنا كده 3 تايمز نيجاتيف 2، يبقى هنا كده ايه؟ كله نيجاتيف 6. فانا دلوقتي اجي الكلورين ديت انا محتاج هنا احط رقم. فكام زائد نيجاتيف 6 يديني نيجاتيف 1؟ لو انا ما جاتش في بالي على طول ان هي ببوزيتيف 5، فانت تقوم عامل ايه؟ ودي دي بعكس الاشاره، نيجاتيف 6 هنا تبقى بوزيتيف 6، نيجاتيف 1 بلس 6 يعني كام؟ يعني 5. فبالتالي كده انت كده عرفت معايا ان ايه؟ ان الاكسيديشن نمبر اللي عندك بتاع الكلورين هنا بقى بكام؟ بقى بوزيتيف 5. يبقى هو لما يسالني انا عايز الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين بس، فانا بعمل ايه؟ بجيب المجموع النهائي اللي هو الصم بتاع الاكسيديشن نمبرز، واشوف اللي على اليمين ده مين؟ اكسجين، يبقى بنيجاتيف 2. وهم كام واحده؟ 3. يبقى 3 في نيجاتيف 2 بكام؟ بنيجاتيف 6. كام بقى زائد نيجاتيف 6؟ لان دوت انون بالنسبه لي. كام زائد نيجاتيف 6 يديني نيجاتيف 1؟ او انا قايل له ايه؟ بوزيتيف 5. هو القصه بتاعت الاكسجين ان هو نيجاتيف 2 ده دايما هو على اليمين، يعني القصه بتاعت ان هو ممكن يبقى كذا وكذا وكذا ديت على حسب اللي على الشمال ده ايه. احنا هنا لما جينا كتبنا يمين اول قاعده ان هو دايما الاكسجين اول قاعده ان ال1A بوزيتيف 1، 2A بوزيتيف 2، الالومنيوم بوزيتيف 3. لو عندي جنب الاكسجين اي واحد من دول، او عندي جنب الاكسجين هيدروجين، فانا همشي مع القاعدتين دولت قبل قاعده الاكسجين. يعني الترتيب اللي احنا كتبنا بيه القواعد ديت هي البرايوريتيز اللي احنا بنمشي بيها. يعني ايه؟ تعالى ان احنا نمشي ايه سوا كده. قال لي بص يا سيدي، فين ننزل ايه؟ ننزل واحده تاني. لو دلوقتي جيت وكتبت كده Na2O، وجيت بعد كده كتبت ادي عندي K هنا كده O2، او خليها ايه؟ خليها بالنسبه لنا KO2، وجيت كتبت OF2، وجيت كتبت عندي كمان ايه تاني؟ قال لي H2O2. حلو. ونرجع كمان هنا كده ايه ورا، ونزود حاجه بسيطه جدا علشان نبقى ايه واخدين بالنا منها. قال لي ايه؟ قال لي بص ركز معايا في ده جدا. شايف الفلورين ده يعني ايه؟ الابن المفضل عند عائله الهالوجينز. فالابن المفضل عند عائله الهالوجينز ما بيودهوش لا يمين ولا شمال ويقعدوا يقولوا له انت على حسب هتبقى ايه وعلى حسب هتروح فين. الفلورين ده
على طول بيبقى بالنسبة لي على اليمين، وعلى طول بيبقى بنيجاتيف 1. على طول على اليمين وعلى طول بنيجاتيف 1. القاعدة ديت موجودة بالنسبة لي هنا مع ايه؟ مع الهالوجنز. يبقى ديت ايه؟ قاعدة أساسية. يبقى احنا كده بالنسبة لنا لما بنيجي نرتب أولوياتنا، الأكسجين وباقي النون ميتالز كلهم هم اللي بنشوفهم في الآخر هم ايه دنيتهم. هم اللي بنشوفهم في الآخر هم ايه؟ هم ايه دنيتهم. قام قال لي ماشي، تعالى بقى تعالى نجيب الاكسيديشن نمبر بتاع كل واحد من الحاجات اللي قدامنا دي. قال لي بص نتعلم مع بعض واعملها زي ما انا بعملها بالظبط علشان تلاقي الموضوع بقى سهل عليك. احنا الصم اللي من عندنا من فوق هنا كده ديت ايه؟ مفيش حاجه، صح؟ يبقى كده الصم دوت هنا كده بكام؟ التوتال بزيرو. فانت تيجي هنا كده وتقوم عامل لي ايكوال من فوق وتقوم قايل لي ايه؟ ايكوال زيرو. جميل جميل. عندي صوديوم وعندي اكسجين، مين الاولى؟ الصوديوم. الصوديوم كنا بنقول الواحده بكام؟ هي في جروب ال1A، فبالتالي هتبقى الواحده ببوزيتيف 1 وهم كام؟ 2، فيبقى بوزيتيف 1 تايمز 2 يعني ايه؟ يعني بوزيتيف 2. فانا هنا عملت الايه؟ البوزيتيف 2. طب ليه يا دكتور على الشمال؟ انت قلت لي اللي على الشمال ده اللي هو اللي هنحسبه. قلت لك ما في عندي اولويات. ادي الصوديوم هنا كده بوزيتيف 2 وجنبه الاكسجين، والاكسجين ده يبقى بكام علشان احطه على الصوديوم دوت فيبقى التوتال زيرو؟ قال لي ان الصوديوم دوت لو هو بوزيتيف 2 انا كده محتاج الاكسجين يبقى بكام؟ يبقى بنيجاتيف 2. يبقى انا في الحاله ديت الاكسجين هنا عندي الاكسجين نمبر بكام؟ بنيجاتيف 2. هنا عندنا كده ده طلع بكام؟ طلع بنيجاتيف 2 اللي هو ايه؟ اللي هو الطبيعي. فانا بسمي دوت حاجه اسمها ايه؟ نورمال اوكسايد. يعني هو الاكسجين الاكسيديشن نمبر بتاعه العادي اللي هو بنيجاتيف 2. طب تعالى هنا كده عند الكي او 2. الكي او 2 ديت مين الاولويه اللي عندي؟ الاولويه للكي لان هي في جروب ال1 ايه، يعني هي بوزيتيف 1. اقول لك ارجع للخطوه الاولانيه ايه هي؟ انت تبص على الصم بتاع الاكسيديشن نمبر. المجموع اللي هنا اللي فوق عندي كام؟ مفيش، يبقى المجموع زيرو. خليها ايه؟ نرجع كده، نرجع واحده تاني، خليها بالاحمر. لازم هنا كده المجموع بكام؟ بزيرو. طالما المجموع بزيرو وانت دلوقتي الكده قلت لي ان هي بكام؟ الواحده بوزيتيف 1، فتكتب لي من تحت اللي هي الواحده بتاعتها، الواحده بوزيتيف 1 وهي واحده، يعني تكتب لي من فوق كده ايه؟ بوزيتيف 1. يعني اللي من فوق ده اللي هو بتاع الاتوم الاليمنت كله على بعضه ايا كان عدد الاتومز اللي من ايا كان ايه هو، واللي من تحت ده ايه؟ بتاع الاتوم الواحده بس، فده بوزيتيف 1. احط كام على البوزيتيف 1 عشان يطلع لي زيرو؟ فبوزيتيف 1 زائد نيجاتيف 1 هو اللي هيطلع لي زيرو. فانت كده الاكسجين كله على بعضه بنيجاتيف 1، واحنا اتفقنا ان ايه؟ ان كل اتوم لوحدها. فطالما كله على بعضه بنيجاتيف 1 وانا عندي 2، يبقى انا محتاج اقسم النيجاتيف 1 ديت على الاثنين عشان اعرف الاكسجينيه الواحده هي بكام. فنيجاتيف 1 على الاثنين بكام؟ بنيجاتيف هاف. ويبقى كده الاكسيديشن نمبر بتاع الاكسجين هنا بايه؟ بنيجاتيف هاف. يبقى انت بص كده الاكسجين نمبر ممكن يختلف ازاي. يبقى احنا هنا عندنا في كونديشنز ان هي ايه؟ ان الاكسجين عنده كذا حاله. هل انا عايزك تحفظ كل الحالات؟ لا، انا عايزك تفهم الكور. ايه هو الكور؟ ان عندنا مجموع للاكسيديشن نمبر وعندنا حاجات عارفينها وحاجات هنحسبها. طب تعالى في اللي بعدها H2O2. هنا المجموع كام؟ المجموع زيرو، وعندي هيدروجين واكسجين. مين انا قلته لك الاول؟ الهيدروجين. فالهيدروجين قلت لك ايه؟ لما يبقى مع ميتال يبقى بنيجاتيف 1 ولما يبقى مع نون ميتال يبقى ببوزيتيف 1. هنا الهيدروجين دوت هو مع ايه؟ مع الاكسجين. الاكسجين ده ميتال ولا نون ميتال؟ الاكسجين نون ميتال، فبالتالي الهيدروجين الواحده هتبقى بايه؟ ببوزيتيف 1. تكتب الاتوم الواحده هي بكام من تحت عشان ايه؟ تقول لي بوزيتيف 1 تايمز الاثنين دولت، لان انا عايز طالما بعمل صم فهو صم العدد بتاع الاتومز تايمز الاكسيديشن نمبر بتاع الواحده منهم. فبوزيتيف 1 تايمز 2 يعني كام؟ يعني بوزيتيف 2. فانا لما اقول لك بوزيتيف 2 زائد كام يديني زيرو، فانت تقول لي بوزيتيف 2 زائد نيجاتيف 2 هو اللي هيديني زيرو. يبقى الاكسجين كله على بعضه بالاكسجين نمبر بتاعهم بكام؟ بنيجاتيف 2. وهم كام؟ هم 2. فتقسم النيجاتيف 2 ديت على الاثنين تطلع لك ان الاكسجينيه الواحده بكام؟ بنيجاتيف 1. ادي هنا كده ايه؟ بنيجاتيف 1. يبقى شفت الاكسجين ممكن يبقى بايه؟ بنيجاتيف 2 ونيجاتيف هاف ونيجاتيف 1.
فهو ممكن يكون مختلف. ليه؟ ان احنا اتفقنا ان احنا بنحسبه، احنا مش حافظين كل كونديشن، لان احنا هيجي قدامنا الاف الكومباوندز وعايزين نعرف الاكسيديشن نمبر بتاع اليمنت واحد بس جواها، فانا محتاج ان انا اعرف اتعامل معاها ازاي. قال طب اخر واحده الاو اف 2، انا قلت لك ايه؟ الصم بكام؟ بزيرو، وعندي هنا اكسجين وفلورين. الدكتور قال لي الفلورين ديت الابنه المفضله عند الهالوجينز، هي دايما عندها حاجه واحده، هي بنيجاتيف ايه 1، ودايما هتيجي على اليمين. فانا الاكسجين سوري الفلورين عندي هنا بكام؟ بنيجاتيف 1 الواحده منها. طب هما كام؟ 2. نيجاتيف 1 تايمز 2 ديت يعني ايه؟ يعني الفلورين كلها على بعضها بنيجاتيف 2. الفلورين كلها على بعضها بايه؟ بنيجاتيف 2. فانا احط كام على النيجاتيف 2 ديت علشان تطلع لي بزيرو؟ انا كده محتاج احط بوزيتيف 2 علشان تطلع لي بزيرو. فهنا الفلورين، انت بص الفلورين هنا كان بنيجاتيف 1 تايمز 2 بقت نيجاتيف 2. الاكسجين بقت كام؟ ببوزيتيف 2. يعني يعني هي الاكسجين ممكن تبقى بوزيتيف؟ قال لي عادي. انت هنا ادي اهو بالنسبه لنا، ادي اهو الاكسيديشن نمبر بتاع الاكسجين ببوزيتيف 2. فانا عندي 4 حاجات موجودين قدامي، هو انا لازم احفظهم كلهم؟ يعني انا هل لازم ان انا اقول لك ان ده بالنسبه لي اسمه هنا كده ادي بيروكسيد، ولازم ان انا اقول لك برضو بعدها ان انا عندي دوت سوبر اوكسيد، ولازم ان انا اقول لك ان دوت حاله الاكسجين لما تبقى على الشمال ممكن تبقى بالبوزيتيف، فهو كده اصلا ما يعتبرش بالنسبه لي اوكسيد، هو موجود لوحده؟ هل لازم ان انت تحفظ لي كل واحده من دولت؟ لا، انت بالنسبه لي حافظ حاجه واحده بس. حافظ ايه؟ ان المجموع هو الصم بتاع الاكسيديشن نمبر، وان الاكسيديشن نمبر بتاع الاتوم اللي من على اليمين والاتوم اللي على الشمال هم دولت اللي احنا بنجمعهم على بعض يطلع لي المجموع. بس ما فيهاش حاجه غير كده. تعالى بقى ايه نكمل في القواعد اللي عندنا. قال لي ايه القواعد اللي عندنا؟ احنا قلنا كل القواعد. عايزين نعرف قواعد تانية؟ لا، بس عايزين نحفظ شويه حاجات مع بعض. تعالى يلا نكتبهم كلهم ونحفظهم سوا. دلوقتي ايه شايفين دولت كده اهو، اللي هو اللي فوق ومعاهم ديت حاجات اسمها ايه؟ اتوميك جروبس. اللي ايه هي الاتوميك جروبس؟ قال لي هي لوكشه من الاتومز من اليمنتين مختلفين مع بعض. قال لي اللوكشه ديت مع بعضها كده هنعملها معامله ان هي ايون واحده. يعني ديت لما تدخل في كيميكال رياكشن، هي انا ما بفصصش وافصل البي وافصل الاو، وهنا ما بفصصش النيتروجين وافصل الايه الهيدروجين، ما بفصصهمش. قال لي انت ما بتعملش كده. قال لي امال انت بتعمل ايه؟ انت بتتعامل معاهم كايونز لوحدهم. فقال لي دلوقتي طالما انت هتتعامل معاهم كايونز لوحدهم، انت محتاج تفهم ايه؟ قال لي محتاج ان انا ما افهمش حاجه، انا محتاج احفظ دولت كده، احفظ دولت زي ما هم قدامي، وكل واحده بالتشارج اللي عليها، هي نيجاتيف 1 ولا نيجاتيف 2 ولا نيجاتيف 3 ولا بوزيتيف 1. فانا محتاج ان انت تحفظ دولت كلهم، بص لهم واحفظهم. طب انا دلوقتي عايزك تعمل ايه؟ تجيب لي الاكسيديشن نمبر بتاع كل اليمنت منهم. انا هبعد كده، انت اعمل بوز وابدا ان انت ايه حط الاكسيديشن نمبر بتاعت كل حاجه. عملت بوز، يلا احنا دلوقتي ال NH4 بلس ديت الصم المجموع اللي من فوق ايه؟ ادي هي في بلس. البلس ديت مش على الهيدروجين، قال لي البلس ديت على الكومباوند كله. فانت اوعى تتلخبط وتقول لي البلس ديت على الهيدروجين، لا، انا دولت طالما في تشارج فديت على الكومباوند كله. فانا طالما في بلس هنا يبقى تعمل لي ايه؟ من فوق تقول لي ان المجموع كله ببوزيتيف 1، المجموع كله ببوزيتيف 1. وعندي هنا نيتروجين وعندي هيدروجين. تقوم انت تفتكر كده الدكتور قال لي ايه؟ اللي على اليمين ده انا عارفه، واللي على الشمال دوت انا ايه هحسبه. في الحاله اللي قدامي هنا انا عندي الهيدروجين اهو على اليمين، فانا بالتالي انا فاكر ان الهيدروجين ده كان ايه؟ كان لما يبقى مع الميتال يبقى هو النيجاتيف، ولما يبقى مع النون ميتالز هيبقى هو البوزيتيف. فالنيتروجين ديت هي بالنسبه لي عباره عن ايه؟ قال لي هي نون ميتال. فانا كده الهيدروجين الواحده فيها طالما ديت نون ميتال هتبقى بكام؟ تبقى بوزيتيف 1. بوزيتيف 1 تايمز ال4 يعني كام؟ يعني بوزيتيف 4. بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 4. احط كام على البوزيتيف 4 عشان يطلع لي المجموع ببوزيتيف 1؟ انا كده محتاج احط ايه؟ نيجاتيف 3. ويبقى الاكسيديشن نمبر بتاع النيتروجين هنا كده بكام؟ بنيجاتيف 3. نيجاتيف 3 ده الاكسيديشن نمبر بتاع مين؟ بتاع النيتروجين. يبقى شفت احنا بنعمل ايه؟ بنشوف المجموع ونكتبه ونشوف مين اللي عارفينه ونحسب التاني. طب هنا OH نيجاتيف
المجموع هنا بكام؟ ادي المجموع هنا بنيجاتيف واحده، يبقى المجموع بنيجاتيف 1. الاكسجين والهيدروجين قلنا لما يبقى الهيدروجين مع نون ميتال زي الاكسجين يبقى هو بوزيتيف 1، فانا كده دوت ببوزيتيف 1. احط كام على البوزيتيف 1 عشان يطلع لي المحصله النهائيه نيجاتيف 2؟ محتاج احط النيجاتيف 2، فكده الاكسيديشن نمبر بايه؟ بتاع الاكسجين بنيجاتيف 2. طب هنا NO3 نيجاتيف، تعال بص ال NO3 نيجاتيف، التشارج اللي من فوق بكام؟ بنيجاتيف واحده، يعني الصم بنيجاتيف 1، والاكسجين هو اللي على اليمين، الاكسجين على اليمين، يبقى انا ابقى عارف الاكسجين لما يبقى على اليمين يبقى بكام؟ بنيجاتيف 2، فدي نيجاتيف 2 تايمز 3 يبقى كام؟ نيجاتيف 6. كام زائد النيجاتيف 6 يطلع لي بنيجاتيف 1 ببوزيتيف 5. بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 5. طب يقول لي طب ما انت هنا كانت بنيجاتيف 3، هنا كانت ببوزيتيف 5. هي دي فكره الاكسيديشن نمبر، ان كل اليمنت عنده اكتر من ستيت ممكنه، عنده ايه؟ اكتر من ستيت ممكنه للاكسيديشن نمبر، فانت ما تبقاش حافظ حاجه واحده، احنا هنا بنحسبهم كلهم. طب هنا CO3 2 نيجاتيف، قال لي ايه؟ المجموع هنا بنيجاتيف 2، والاكسجين الواحده طالما هي على اليمين مع نون ميتال هنا كده هي بكام؟ بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تايمز 3 يبقى بكام؟ بنيجاتيف 6. كام زائد نيجاتيف 6 يديني بالنسبه لي نيجاتيف 2؟ قال لي بوزيتيف 4. يبقى كده الكربون هنا بايه؟ ببوزيتيف 4. طب SO4 2 نيجاتيف، المجموع بكام؟ بنيجاتيف 2، والاكسجين الواحده بكام؟ بنيجاتيف 2 تايمز ال 4 يبقى نيجاتيف 8. كام زائد النيجاتيف 8 يديني نيجاتيف 2؟ قال لي بوزيتيف 6. وانا كده جبت ليه؟ الاس اهي ببوزيتيف 6. قال لي طب تعالى نعمل حركه شقيه، قال لي تعالى نعمل حركه شقيه، قال لي عندي NO2 نيجاتيف وعندي SO3 هنا كده 2 نيجاتيف. قال لي دلوقتي انت في الحاله اللي قدامك ديت انت هتقول لي ان هي ديت زي اختها ما فرقتش فديت تبقى بوزيتيف 5 على طول، وديت زي اختها ما فرقتش تبقى بوزيتيف 6؟ لا غلط تماما، احنا هنا لازم نحسب كل حاجه لوحدها. هنا ديت بنيجاتيف 1 يبقى ادي الصم بنيجاتيف 1، الاكسجينيه الواحده بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 تايمز ال 2 بكام؟ بنيجاتيف 4. كام زائد النيجاتيف 4 يديني نيجاتيف 1 بوزيتيف 3. فشفت ادي الاثنين دولت مختلفين مع انهم يعتبر هو نفس الكومباوند، فاحنا ما نحفظش اي حاجه في الاكسيشن نمبر، احنا نقعد نحل عليهم ونحل تاني وتاني وتاني علشان نطبق كل حاجه ونبقى عارفين احنا ازاي بنحسبها. طب SO3 2 نيجاتيف ديت بنيجاتيف 2، فادي هنا كده المجموع بنيجاتيف 2، والاس الاكسجين الواحده بنيجاتيف 2 تايمز ال 3 يعني نيجاتيف 6. والاس بقى كام زائد نيجاتيف 6 يديني نيجاتيف 2 يبقى بوزيتيف 4. فبص هنا ده كان بوزيتيف 6 وهنا بوزيتيف 4، يبقى انت كل واحده ايه نحسبها. طب تعالى هنا BO4 3 نيجاتيف، المجموع بكام؟ المجموع بنيجاتيف 3. الاكسجين الواحده بنيجاتيف 2 تايمز ال 4 تطلع لي بايه؟ بنيجاتيف 8. نيجاتيف 8 ديت احط عليها كام علشان تطلع لي بنيجاتيف 3؟ قال لي حط عليها بوزيتيف 5. طب يا دكتور انت عمال تقول بسرعه احط عليها بوزيتيف 5 بوزيتيف 4 بوزيتيف 6، انت مع نفسك ودي ديت بعكس الاشاره. نيجاتيف 8 لما تروح هناك تبقى بوزيتيف 8، ويتبقى لك دوت انت مش عارفه. نيجاتيف 3 بلس ال 8 تطلع لي بكام؟ تطلع لي ب 5. يا عم طب انت مش عارف تعملها خالص؟ على الاله الجميله عندك اكتب كده x بلس نيجاتيف 8 ديت تساوي كام؟ نيجاتيف 3. شيفت سولف وحلها. ده في حاله ان ايه؟ ان انت مش عارف تعملها خالص او ان انت مستعجل مش عايز تفكر، بس هي سهله وتصدقني بسيطه جدا. طيب تعال نشوف هنا KNO3 في الحالات اللي قدامي لما واحده من الكام دولت، واحده من السته دولت او اي واحده من الايونيك جروبس عامه تلاقيها قدامك، صدقني دي اسهل لك. يعني هنا ما تقوليش طب هجيب الN ولا الO ولا الK ولا انهي واحده منهم. انت يا حبيبي عرفت خلاص ان ايه؟ ان دي على بعضها بكام؟ بنيجاتيف 1، ودي على بعضها بكام؟ بنيجاتيف 2، ودي على بعضها هي مش دي على بعضها ولا اي حاجه، هي CL لوحدها عادي. كتبت لك انا CL اي حاجه من شويه؟ لا ما كتبتلكش اي CL اي حاجه. فانت تقوم جاي هنا كده وتقوم قايل لي ما علينا نكمل. هنا كده بالنسبه لنا ديت الكي جنبها نيجاتيف 1، التوتال بكام؟ احنا تركز ان ايه؟ ركز ان ما عندناش تشارج هنا، ان ما عندناش التشارج. النيجاتيف 1 ديت انا لسه حاططها اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت ديت كلها على بعضها، التوتال بزيرو لسه زي ما هو. يبقى كام زائد نيجاتيف 1 يديني زيرو؟ قال لي بوزيتيف 1. يبقى الاكسيديشن نمبر بتاع البوتاسيوم هنا كده بايه؟ ببوزيتيف 1. طب الام جي التوتال هنا كده بكام؟ بزيرو، وديت بنيجاتيف 2، يبقى هنا بكام؟ ببوزيتيف 2. طب هنا
الكلورين الواحده بكام طالما هي على اليمين بنيجاتيف 1 تايمز 3 يبقى نيجاتيف 3. التوتال بكام هنا؟ اي تشارج موجوده فوق؟ لا التوتال بزيرو. يبقى الالومنيوم الواحده بكام؟ ببوزيتيف 3. تقول لي طب ما يا دكتور ما انا ممكن احلها بحاجه ثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ ما انت قلت لي ان الالومنيوم هيبقى على طول ببوزيتيف 3، فانا اقوم كاتب البوزيتيف 3 ديت الاول والتوتال بزيرو، يبقى جنبه كام؟ جنبه نيجاتيف 3 بتاعت الكلورين الواحده منها بكام؟ ما انت لازم تركز ان الواحده بكام؟ هم 3، فنيجاتيف 3 على 3 يعني ايه؟ يعني نيجاتيف 1. وتركز ان هو لما يقول لك هات لي الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين، هو مش عايز الكلورين كلها على بعضها فتقول له نيجاتيف 3، هو عايز الواحده فقط. الواحده فقط بكام؟ بنيجاتيف 1. فهمنا الاكسيديشن نمبرز كده؟ فهمناها تمام؟ فاضل لنا حته صغيره. تعال ايه اخر حاجه بالنسبه لنا؟ ان لما يبقى عندي كومباوند والكومباوند ده هو مش اليمنت ولا اتنين، دول التلاته، بتعمل ايه؟ الدكتور قال لي لما اللي على اليمين حافظه واللي على الشمال انا هحسبه، وفي سيتويشنز كتيره اجي العبكها بواحد تالت. لا، حاجه بسيطه جدا. هيجي لك كومباوند زي مثلا K2CrO7، قال لي الكومباوند اللي قدامي ده انا اتعامل معاه ازاي؟ او K2CR2O7 الكومباوند اللي قدامي ده انا اتعامل معاه ازاي؟ انا عندي 3 حاجات، فانا هقوم قايل لك بص الكروميت ايون ديت كده على بعضها ديت حاجه، بس انت مش عارف ان هي على بعضها هي بتشارج معينه، انت مش عارف ديت. انت لو عارف هتسهل عليك كتير، بس هو اصلا هيجي ويستفزك ويقوم قايل لك ايه؟ هات لي الاكسيديشن نمبر بتاع السي ار في الحاله اللي قدامك ديت. فانت تتعامل ازاي؟ انا دلوقتي عندي حاجه على اليمين وحاجه على الشمال وحاجه في النص. قال لي بص اللي على اليمين ده دايما هيبقى نون ميتال، والنون ميتال دوت انت هتبقى عارفه، واللي من على الشمال ده هيبقى برضو ميتال عادي وانت عارفه. عارفه يعني ايه؟ يعني واحد من ال1A او من ال2A او الايه الالومنيوم، هيبقى واحد من دولت. فانت كده عارف اللي على اليمين وعارف اللي على الشمال، انت مين الوحيد اللي انت هتحسبه؟ اللي في النص. طب تعالى نحسب. احنا كنا بنحسب ازاي؟ بنقول المجموع اللي عندي هنا في اي تشارج فوق لا يبقى زيرو، المجموع اللي فوق زيرو، وهيطلع لي من الاكسجين رقم ومن الكروم رقم ومن الايه ومن البوتاسيوم رقم. طيب انا عندي اللي على اليمين الاكسجين ده الرقم هيبقى ايه؟ انا عارف ان الاكسجين الواحده بايه؟ الواحده بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تايمز 7 يبقى الرقم اللي من فوق دوت هيبقى ايه؟ نيجاتيف 14. يعني احنا عايزين ايه؟ نمسح ديت كده ونكتب الارقام. ادي هنا كده تبقى ايه؟ نيجاتيف 14. فانا عندي هنا كده ايه؟ الاكسجين بنيجاتيف 14. طيب البوتاسيوم انا عندي الواحده ببوزيتيف 1 تايمز 2 يبقى بوزيتيف 2. فانا دلوقتي معايا بوزيتيف 2 ومعايا نيجاتيف 14 وعايز الرقم بتاع الكروم في النص اللي كله هيبقى ايكوال ايه؟ كله ايكوال 0. فكام بلس بوزيتيف 2 بلس نيجاتيف 14 يديني 0؟ هيبقى بالنسبه لي بوزيتيف 12. فانا كده الكروم الاثنين ببوزيتيف 12، يبقى الواحده بقى بكام عشان انا هقسمها على الاثنين؟ بوزيتيف 12 ديفايدد ال2 يبقى الواحده ببوزيتيف 6. يبقى السي ار الواحده في الحاله اللي قدامي ديت ايه؟ ببوزيتيف 6. يبقى لما يبقى عندي كومباوند هو 3 اليمنتس، حاجه على اليمين وحاجه على الشمال وحاجه في النص، اعرف ان انت دايما هتحسب اللي في النص. اللي على اليمين هتبقى انت عارفه عشان هو نون ميتال وغالبا الاكسجين، واللي على الشمال هيبقى ميتال انت عارفه برضه علشان هو واحد من الحاجات اللي احنا ايه؟ عارفينهم. جميل جميل. عرفنا الاكسيديشن نمبرز، كلام جميل وزي الفل. نعرف بقى ايه علاقته بالريدوكس بقى طالما احنا قلناه. يلا بينا. طيب احنا دلوقتي قلنا ايه؟ الاكسيديشن نمبر، وكان كل كلامنا في البدايه على الريدوكس. وافكرك بالريدوكس، احنا كنا بنقول ايه؟ ان انا عندي كيميكال رياكشن، الرياكتنتس اللي فيه حاجات هيحصل لهم اوكسيديشن وحاجات هيحصل لهم ايه؟ ريدكشن. قال لي طب ايه علاقه بقى الاكسيديشن نمبر؟ ان في حاله ان الاكسيديشن نمبر اللي موجود عندي زاد، يبقى كده انا ايه؟ انا حصل اوكسيديشن من اسمها اوكسيديشن نمبر. يبقى ايه اللي هيحصل له اوكسيديشن؟ ان الاكسيديشن نمبر يزيد. ولو الاكسيديشن نمبر قل يبقى كده حصل ايه؟ حصل ريدكشن. طب انا يعني ايه قل وايه زاد؟ قال لي اي كيميكال رياكشن انت هيبقى عندك اليمنتس على الناحيه بتاعه الرياكتنتس واليمنتس على الناحيه بتاعه البرودكتس، انت هتمسك نفس الاليمنت، هنا الان ايه وهنا الان ايه وهنا الكلورين وهنا الكلورين، وتشوف انا الان ايه كان الاكسيديشن نمبر بتاعه كان بكام، والكلورين
انا عندي هنا كده الاكسيديشن نمبر بتاعها كانت بكام وبقت بكام. يبقى انت بتقارن في الناحيه بتاعت الرياكتنس بالنتيجه بتاعتهم في ايه؟ في البرودكتس. تعال بقى نجيب الايه؟ الاكسيديشن نمبر بتاعتهم كلهم. يلا هنا ان ايه لوحدها ومعلهاش تشارج، يبقى دي ايه؟ اليمنتال فورم، يبقى ديت هنا بالنسبه لنا كده بزيرو. والكلورين Cl2 ديت برضو اليمنتال فورم، يعني ايه؟ يعني برضو ديت بزيرو، فبالتالي هنا ديت كانت زيرو وزيرو. تجيب بقى اللي في البرودكتس. البرودكت ده ايه؟ ده كومباوند على بعضه. كومباوند على ايه؟ على بعضه. الكومباوند على بعضه ده بنعمل ايه؟ بنجمع ونشوف التشارج اللي عليه من فوق في تشارج، لا يبقى بزيرو. وعندي صوديوم وعندي كلورين. انت عارف الكلورين لما يبقى على اليمين يبقى بنيجاتيف 1، وعارف ان الصوديوم ببوزيتيف 1، فانت مش محتاج انت تحسب حاجه لان الاثنين انت عارفهم قدامك. فادي هنا كده بوزيتيف 1 وده كده نيجاتيف 1. فانا هنا الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم كان زيرو وبقى بوزيتيف 1، والاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين كان زيرو وبقى نيجاتيف 1. يبقى لما تيجي تشوف وتقول لي الصوديوم هنا كده حصل له ايه؟ الاكسيديشن نمبر بتاعه زاد من زيرو لبوزيتيف 1. يعني ايه زاد؟ يعني اوكسيديشن. يعني تمسك السهم بتاع الصوديوم ده وتكتب لي عليه ان هو حصل له اوكسيديشن. وتيجي بقى على الكلورين كان زيرو وبقى نيجاتيف 1. يعني ايه؟ يعني قل. فكده معنى ان الاكسيديشن نمبر يقل، يعني كده حصل ايه للكلورين؟ حصل له ريدكشن. حصل له ايه؟ حصل له ريدكشن. مين اللي بيحصل له ريدكشن؟ ده اللي هو مين؟ اللي هو الرياكتنت. يبقى مين اللي بيحصل له اوكسيديشن ومين اللي بيحصل لهم ريدكشن؟ الرياكتنتس. يعني محدش يجي يقول لي اهو ده اللي حصل له ريدكشن ولا ده اللي حصل له اوكسيديشن. انا كل كلامي في ايه اللي هيحصل، اللي لسه هيحصل. يعني انا لسه في الايه؟ في الرياكتنتس. قال لي طيب تعالى وايه وقول لي الكيميكال رياكشن ده. عندي Fe2O3 3CO طلعت لي 2Fe و3CO2. تعالى يا عم احنا هنعمل ايه؟ نجيب الاكسيديشن نمبرز بتاعت كل حاجه موجوده قدامنا. فانا عندي الاف اي 2 او 3 ديت، انا عندي ديت ايه؟ ده كومباوند. والميتال ده هل واحد من 1 a او 2 a او 3 a؟ لا ده ايه؟ ده ترانزيشن، يعني عنده اكتر من ستيت، يعني دوت ايه؟ هحسبه. فبالتالي هنا هقوم قايل له ان التوتال بزيرو، والاكسجين على اليمين يبقى الواحده بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تايمز 3 يعني ايه؟ يعني نيجاتيف 6. كام زائد نيجاتيف 6 يديني زيرو، يبقى كل دي ببوزيتيف 6. طب ليه قلت كل دي؟ عشان هما اتنين، فما تنساش ان انت تقسم ان كده الواحده اف اي بكام؟ ببوزيتيف 3. يبقى انت كده جبت لي الاف اي وهي في الرياكتنس. تقوم رايح على البرودكتس. الاف اي هنا موجوده ازاي؟ اف اي لوحدها عليها تشارج؟ لا، يبقى هي كده ايه؟ الاليمنتال فورم. يبقى بكام؟ يبقى ديت بالنسبه لي كده بزيرو. ديت بايه؟ بزيرو. فالاف اي اللي موجوده هنا ديت بزيرو وهنا كانت بوزيتيف 3. يبقى كده ايه اللي حصل؟ الاكسيديشن نمبر ماله؟ قل. يعني ايه الاكسيديشن نمبر قل؟ يعني حصل لها ريدكشن. يبقى انت تيجي وتقول لي مين اللي حصل له ريدكشن؟ تقول لي الايرن. اقول لك الايرن اللي موجود في دي كلها. يبقى دي كده اللي حصل لها ريدكشن. طب تعالى امسك السي او 2 وامسك الايه؟ السي والاو كلهم على بعضهم. هنا عندي ادي السي والاو، مالهم السي والاو؟ قال لي بص يا سيدي، السي والاو كان التوتال اللي فوق بكام؟ بزيرو. وانت عارف الاكسجين لما تبقى على اليمين تبقى بكام؟ بنيجاتيف 2، وهي واحده، يعني ادي هنا كده ديت بنيجاتيف 2. يبقى الكربون اللي على جنبها ديت تبقى بكام؟ تبقى بالنسبه لي بايه؟ ببوزيتيف 2، عشان يبقى بوزيتيف 2 زائد نيجاتيف 2 يديني زيرو. فكده ده الاكسيديشن نمبر بتاع الكربون وده الاكسيديشن نمبر بتاع الاكسجين. تروح هناك عند السي او 2 وتقوم قايل لي التوتال اللي من فوق بكام؟ بزيرو، والاكسجين الواحده بكام؟ بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تايمز 2 تطلع لي بكام؟ بنيجاتيف 4. يبقى الكربون لازم تكون بكام بقى عشان نحطها على النيجاتيف 4 تبقى بزيرو؟ لازم تكون ببوزيتيف 4. يبقى انا هنا كده اركز واقوم قايل لك ده بص، ده انا هنا الكربون كانت ببوزيتيف 2 وبقت بايه؟ ببوزيتيف 4. يعني ايه اللي حصل؟ الاكسيديشن نمبر زاد. يعني ايه الاكسيديشن نمبر زاد؟ يعني ديت حصل لها اوكسيديشن. يبقى ديت كده حصل لها ايه؟ اوكسيديشن. اوكسيديشن. يبقى كده ايه؟ تركز في ده. يعني مثلا حد يجي يقول لي ده بص، ده الاكسجين هنا كان بنيجاتيف 2 هناك بقى بنيجاتيف 4 فكده قل. طب دي حصل لها اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ لا ركز، احنا اتفقنا ان احنا بنقارن كل اتوم لوحدها. فانا عندي الاكسجين هنا وهي اتوم لوحدها بنيجاتيف 2،
وهنا بكام؟ بنيجاتيف 2. الرقم اللي فوق ده المجموع، انا ماليش دعوه بيه، انا ليا بتاعت كل اتوم. فالاكسجين هنا ما اتغيرش، والاكسجين برضو هنا ما اتغيرش، كله بنيجاتيف 2. فاللي ما يتغيرش ده ولا كاني شايفه. انا اللي يهمني مين اللي هيتغير. اللي هيزيد هيبقى حصل له اوكسيديشن، واللي هيقل هيبقى حصل له ايه؟ حصل له ريدكشن. جميل جميل. يبقى كده نرجع تاني بقى ايه لكل اللي احنا قلناهم دولت. انا عندي هنا لما جيت وقلت ان انا عندي 4 كونديشنز، ال4 كونديشنز كانوا ايه؟ كان ان انا لما دلوقتي الاكسجين يزيد يبقى حصل اوكسيديشن، الاكسجين يقل يبقى حصل ريدكشن، الهيدروجين يقل يبقى حصل ايه؟ اوكسيديشن، الهيدروجين يزيد يبقى حصل ايه؟ ريدكشن، الالكترونز لوزنج الكترونز اوكسيديشن، جيننج الكترونز ريدكشن. ايه اللي انت ضفتهم؟ لما الاكسيديشن نمبر يزيد يبقى اوكسيديشن، لما الاكسيديشن نمبر يقل يبقى ايه؟ يبقى ريدكشن. دولت ايه؟ الاربع حاجات اللي انا بحكم عليهم الحاجه اللي قدامي دي حصل لها اوكسيديشن ولا ريدكشن. طيب انا بالنسبه لي الاكسيديشن نمبر كنا بنعمل ايه؟ كنت بقول لك ان الاكسيديشن نمبر هو بالنسبه لي ايه؟ كذا كونديشن. اول حاجه ان هي تبقى ميتال مع نون ميتال. لو الميتال ده عادي فهيبقى بالنسبه لي ايه؟ انا عارفه فهحسب اللي جنبه. فبالنسبه لي هنا دوت انا عارف ده، انا عارف الالومنيوم بس هحسب الايه؟ الكلورين. فانا هنا ايه؟ هحسبه. طب ايه الحاجه الثانيه لو ميتال ونون ميتال؟ قال لي لو ميتال ونون ميتال فانا محتاج ان انا ايه؟ ابقى عارف اللي جنبه واحسب الميتال دوت لو هو ترانزيشن. يبقى حاله ان هو يبقى ترانزيشن ميتال انا بعمل فيها ايه؟ انا بالنسبه لي بحسب الميتال وببقى عارف اللي جنبه، بحسب الميتال وببقى عارف اللي جنبه. يعني ايه كلمه عارف ديت برضو عشان ما تتلخبطش؟ ان هي واحده من ضمن القواعد اللي احنا قلناهم. ايه القواعد اللي احنا قلناهم؟ ادي القواعد اللي احنا قلناهم. ان ايه؟ ان بالنسبه لنا اول حاجه ان ايه؟ ادي اهي اول حاجه ان الجروب بتاع ال1A وال2A والالومنيوم دوت بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 وهو جوه الكومباوند. تاني حاجه الهيدروجين مع الميتال يبقى بنيجاتيف 1، مع النون ميتال يبقى بوزيتيف 1. الهالوجينز دولت مالهم؟ الهالوجينز بنيجاتيف 1 لو هم على اليمين، لو هم على اليمين. لو هم على الشمال فهحسبه. لكن دلوقتي برضو عندي ايه؟ ان الفلورين دايما بيجي على اليمين ودايما بيجي بنيجاتيف ايه؟ 1. وان الاكسجين بالنسبه لي ماله؟ قال لي الاكسجين بالنسبه لي لو على اليمين بنيجاتيف 2 ولو على الشمال فانا هحسبه. فبالتالي ايه؟ خلي القواعد ديت كلها مرصوصه جوه دماغنا. قال لي ليه؟ احنا اتكلمنا على الميتال لو هو عادي ولو هو ترانزيشن. قال لي علشان لما بيبقى عندي نون ميتال ونون ميتال فانا اللي على اليمين دوت ببقى عارفه وعلى الشمال بحسبه. زي مين؟ قال لي زي حاجات كتيره. قال لي ايه اللي زي حاجات كتيره؟ ادي يا سيدي زي ما انت كتبت لي ايه اللي هي المثال بتاع الClO3 اللي بدانا بيه الدنيا. ادي هنا كده نعملها بسرعه ما احنا خلاص عرفناها. الصم بنيجاتيف 1، الاكسجين على اليمين واثنين نون ميتالز فانا هاخد اللي على اليمين دوت هو اللي انا عارفه. نيجاتيف 2 تايمز 3 يديني نيجاتيف 6. كام زائد نيجاتيف 6 يديني نيجاتيف 1. محتاج ان ديت تبقى بوزيتيف 5. فهمنا ده تمام؟ كل اخر واحده اللي في اخر صفحه خالص، وزن المعادله ماليش دعوه بيه، ما بحسبوش. لا يعني هقول لك دلوقتي. بص، هي المعادله موزونه ماشي، بس انا كده كده ماليش دعوه بوزن المعادله في الحته دي. مش بضرب الثلاثه في 2 لا، احنا دلوقتي عندنا نمسك مثلا ايه؟ هات ال 3CO2. ال 3CO2 ديت الرقم اللي من تحت ده اسمه سبسكريبت. السبسكريبت ده هو اللي بيعبر عن عدد الاتومز بتاعه الاكسجين اللي موجوده. اللي من على الشمال دوت هو اسمه ايه؟ اسمه الكوفيشنت. الكوفيشنت ده هو بيعبر عن ايه؟ انا عندي كام CO2. فاحنا بالنسبه لنا انا لو عندي 1 2 3 CO2 انا ماليش دعوه بالكوفيشنت. الكوفيشنت دوت برايا حاليا في نقطه ان انا بحدد مين حصل له اوكسيديشن ومين حصل له ايه؟ ريدكشن. لكن لما باجي اتكلم بقى على الجزئيه بتاعه البالانسنج بتاعه الريدوكس ايكويشنز اللي هنتكلم عليها ايه في الفيديو الجاي، هيبقى بالنسبه لي الارقام ديت مهمه. لكن في تحديد الاكسيديشن نمبر ده اللي بيهمني. يبقى انا السبسكريبت ده داخل معايا فين؟ في الاكسيديشن نمبر. انما الكوفيشنت دوت ده بيدخل معايا فين؟ في البالانسنج. وهيبقى عندنا فيديو كامل عن بالانسنج الريدوكس ايكويشن عشان ايه؟ عايزه دماغ كده وايه وتكتكه وفهم وزي الفل. فهمنا الاكسيديشن تعمل ايه؟ تحل اساينمنت الاكسيديشن نمبرز وتبقى ايه؟ ريدي للسيشن بتاعت بقى ايه؟ الريدوكس رياكشنز، وان احنا نفصص الرياكشن ونعمل لهم ايه؟ بالانسنج. يلا بينا.